السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اساطير؟ عاملين ايه؟ شو الاخبار اليوم؟ تعالوا بقى نبدأ كده الفيديو كده بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام سيدنا محمد. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. طبعا هنبدأ كده بحكاية الأدوار تتبدل لليس جاد. الملخص: شاب في مقتبل العمر تحولت أسعد ليلة في حياته إلى كابوس، والمؤلم هو أن من رتب لتدمير حياته كانت عائلته. فبعد اليتم عاش الخذلان من العائلة التي رمت به في السجن، حيث ظل لمدة 6 سنوات. لكن شاء الله أن يتبدل مستقبله بنحو لا يمكن تصديقه، فصار حاكم الحرب وقائد أكبر جيش الذي يسعى الجميع للحصول على رضاه. عاد من بعدها إلى حبيبته التي انتظرته طول 6 سنوات ليخرج من السجن. عاد ليمسك بيديها ويجابها العالم بأسره، ليخط لها نهاية سعيدة عنوانها: سأجعلك أسعد امرأة في العالم. نرى أشكال شتى من الخذلان الذي بدر من عائلة ليس وزينة، فكلا العائلتان أعماهما الطمع والحقد والجشع. بدلا من أن يكونوا عونا لأحفادهم، راحوا يبحثون عن الطرق التي من شأنها أن تضع العقبات في طريقهما وتؤلمهما. ولكن كل ساقي سيسقى بما سقى، وفي هذه الرواية كل حصل على خاتمته التي يستحقها. ويلا بينا نبدأ حكايتنا. هنبدأ بالفصل الأول: عودة حاكم الحرب. في مدينة إيرويديا هبطت طائرة خاصة من مطار نورسوم هيدابادون، تسببت بتأخر جميع الرحلات الدولية 8 ساعات. ويقف بشموخ في الممر الخاص 5 رجال يرتدون البدلات والأحذية الجلدية، وهم مستقيمين كالرمح، ويرفعون بين الحين والآخر معصمهما للنظر إلى الوقت إذا كانت شخصية مهمة مرتقبة قادمة إلى المدينة. علمت الطبقة العليا في نورسمبتون بقدومه، ولكن لم يستطع أحدا الاقتراب بمقدار بوصة واحدة من الممر الخاص، حتى إنه طرد أغنى رجل في نورسهامبتون وهو قد جاء لإلقاء التحية. ونهاية بدأت الحركة تظهر في الممر، فصرخت الحشود إنه حاكم الحرب، وامتلأت عيونهم بالهيبة والتبكيل عندما رأوا أسطورة إرويدا الخالدة. كان الذي أطلق عليه لقب حاكم الحرب وحده حاكم الحرب مميز ب5 نجوم في تاريخ إرويديا. ففي لحظة واحدة حقق انتصارا ساحقا على أقوى اللواءات في 18 دولة، وكان رجلا متسلطا ومخيفا، كما أذهل العالم بقوته التي لا نظير لها، حتى إنه قام بتأسيس فرقة الحروب الخمسة العظيمة، وفرقة الفرسان، وغيرها من وحدات القتال الاستثنائية. اشتعلت مشاعر ليسجات عندما وضع قدمه على أرض وطنه. كان يوما ما يتيما إذا رموه في شوارع نورسمبتون، إلى أن تبنته عائلة جاد. ورغم ذلك لم تحبه عائلة جاد حتى، فعامله والده الذين اختاروه تبنيه بقسوة، فكانوا يميلين إلى ضربه والصراخ عليه، ولطالما عاملوه كغريب. وإذا قارنا معاملتهم له بمعاملتهم كالغرباء، سنجد أنهم عاملوه كأنه ليس موجودا أصلا. وعلى الرغم من ذلك لم يكترث ليس بتاتا. كان دائما فخورا بلقبه الذي حافظ عليه منذ طفولته، وسعى بجد لتحقيق النجاح والمجد لهذه العائلة مع مرور الوقت. في النهاية أسس مجموعة ليس، وهي أكبر مؤسسة تجارية حققت نجاحا غير متوقع في مجتمع نورسهامبتون، حيث وصلت ثروته إلى مليارات الدولارات. واحتلت ثروته مرتب واحتلت ثروته مرتبة رفيعة في طليعة نورسهامبتون. بالتالي ارتفعت عائلة جاد التي كانت ضعيفة إلى القمة. ومع ذلك لم تظهر عائلة جاد أي علامات على التقدير له، بل كانوا يبدون الاستياء إذا كانوا يغارون من نجاحه ويرون عقبة في طريقهم، فيتمنون سقوط مجموعة ليس. بغض النظر عن ثروته وقوته، كان مجرد شخص غريب في عيون عائلة جاد،
وكان ذلك واضحا. في النهاية، في ليلة زفاف ليس، حاكت عائلة جاد مؤامرة ضده، حيث قاموا بإفقاد تركيزه ووضعه في موقف مهجل وألقوه في سرير زوجة أخيه. حاولوا بذلك الإيهام بأنه أقدم على تصرف غير لائق، وقبض أخوه ووالديه عليه متلبسا. في تلك الليلة تعرض ليس للضرب بوحشية وتركوه في الشوارع كما لو كان كلبا بريا. فلم يصاب بالإعاقة فحسب، بل تحمل عقاب فعل بل تحمل عقاب فعل لم يرتكبه أيضا، فتحول من نجم صاعد في عالم الأعمال إلى موضع السخرية ليلا ونهارا. وفي اليوم التالي تحمل عقوبة تهم جمه وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات. لم ينسى أبدا وجوه عائلة جاد القاسية والخبيثة، وسخرية أصدقائه وزملائه في الدراسة وشركائه في الأعمال منه. وبالأخص لن ينسى أبدا خيبة الأمل التي ظهرت على وجه زوجته الجديدة زينة. كان يرى في عائلة جاد منزلا له، وكان قد كرس نفسه للعائلة، ومع ذلك عملوه كما لو كان هو قمامة. كان يشعر وكأنه يتعرض للطعن بالسكين في قلبه في كل مرة يفكر فيما جرى، واشتعل قلبه بالحقد على عائلة جاد. ولكن من كان يعتقد أن ليس نقل سرا من السجن للانضمام إلى الجيش بعد 1 سنوات، سيطر على العالم العسكري وأصبح الوحيد بلقب حاكم الحرب المميز ب5 نجوم. والآن بعد أن عاد، لابد لعائلة جاد أن تتوخى الحذر. سأل ليس: كيف تسير الأمور يا أسد الأحمدي؟ رد أسد قائد فرقة الحروب ال5 العظيمة بحرارة: سيدي، أخشى إن زوجتك السيدة زينة لبيب ستتزوج عند 10 من مساء اليوم. إذن منذ أن سجن زوجة زينة في ليلة زفافها كانت تعيش كما لو إنها أرملة، ويعلم الله وحده حجم الضغط الذي تحملته. والآن الشخص الذي لا يمكن لليس الانتظار أكثر لرؤيته هو زينة. بعد لحظة من التردد تابع أسد الأحمدي: سيدي، تحتفل عائلة جاد بحفل عشاء بمناسبة الإدراج الناجح في فندق منارة الضيافة الليلة، ودعوا كثير من الأشخاص بما في ذلك عائلة جاد الكبيرة. ولكنني لم أقبل ولم أرفض مباشرة، فسأله ليس باقتضاد: عند أي ساعة؟ عند 8 يا سيدي. حسنا، اخبر العائلة جاد إنني سأحضر العشاء. بما إن وقت الحفلين لم يتعارضا، فقبل ليس الدعوة بسرور. أقيم حفل الاحتفال بالإدراج الناجح لمجموعة جاد في فندق منارة الضيافة في نورسوهامبتون، وبمساعدة مجموعة ليس أصبحوا عائلة غنية وقوية في لمح البصر. كانت القاعة تعج بالضجيج والإثارة، وكان يمكن سماع أصوات طرق الكؤوس ببعضهم البعض طول الوقت. وقال يوسف رئيس عائلة جاد: بارك الله في عائلة جاد، فشبابهم النجوم بين الرجال. وأدركت مجموعة جاد وأصبحت نجمة صاعدة في نورسهامبتون. رحب أبناء يوسف الثلاثة وابنته بضيوفهم بابتسامة مشرقة على وجوههم. كوان الجيل الأصغر من عائلة جاد أكثر غطرسة وفخرا، لأنه بعد اليوم ستصبح عائلة جاد عائلة قوية، وسيصبحون من أغنى الأطفال. كان معظم الضيوف الذي حضروا حفل العشاء اليوم من الطبقة العليا في نورسهامبتون. طب يعني ما يسهلوا اسم الدولة شوية. طبعا يا جماعة احنا هنسموها ايه؟ هنسموها باتون على طول، مبتون، ولا زي ما هي زي بعض. وراحوا يتحدثون عن الجدث هو المفروض الحدث البارز. وراحوا يتحدثون عن الحدث البارز الذي وقع اليوم. فقال أحدهم: جاد، هل تعلم ما حدث اليوم؟ حفلتك ليست شيئا مقارنة بذلك. نعم، سمعت أن شخصية هامة وصلت إلى نورسوهامبتون. أراد أغنى رجل في نورسوهامبتون أن يلتقي به، ولكنه طرد. يبدو أنه ليس مؤهلا بما فيه الكفاية. حسنا، كان جاسم ناصر ينتظر 5 ساعات مقدما في المطار. أومأ يوسف برأسه: نعم، أعرف ذلك أيضا. لقد أرسلت شخصا لدعوة هذا الشخص الهام إلى الاحتفال. لا يمكن
لماذا قد يحضر هذا الشخص الهام مثل هذا الحفل؟ لم يصدقه أحد. في الواقع كان يوسف كنجم صاعد يجرب حظه فحسب. صرخ جميل الابن الثاني الأكبر لعائلة جاد أبي بينما هو يركض نحوه وقال: قد قبل الشخص الهام دعوتنا لحضور الحفل، إنه في الطريق. يا استغفر الله العظيم يا رب. بالفعل بارك الله عائلة جاد. لم يستطع أفراد عائلة جاد إخفاء سعادتهم، فهذه كانت فرصتهم الفريدة للتقدم نحو القمة بسرعة وبسهولة. تجمع أحفاد عائلة جاد معا والشمس تغمر أرواحهم. ابتسم برهان أخ ليس وكذلك زوجة أخيه فيكتوريا وقال حسنا: يبدأ كل شيء، يبدأ سجن ليس، فبسببه عائلة جاد هي في المكان الذي نحن فيه اليوم. وفجأة سأل أحدهم: في الواقع في الحديث عن ليس، هل تعلمون أنه سيخرج اليوم من السجن؟ وتسمع أحدهم قائلة: حقا يا له من سوء حظ، لماذا سيطلق سراحه في مثل هذا اليوم العظيم؟ دعه لا يعود، فإنه وصمة عار على عائلة جاد. وقبضت فيكتوريا شفتيها وقالت ساخرة: في الواقع ليس هو مفخرة عائلة جاد اليوم. فقال برهان: يجب عليه أن يمتن لعائلة جاد لتربيته وهو يتيما، ولا تساوي شركته التي تبلغ ثروتها مليارات الدولارات شيئا. وبصراحة ليس إلا كلبا ربته عائلة جاد. ضحك أحدهم قال: في الواقع كنت مهتما بزوجة ليس منذ وقت طويل، لا تزال أرملة، وأنا سأتزوجها بالتأكيد. أثار تعليق الرجل ضحكات عالية. قال يوسف: توقفوا جميعا، لدي إعلان مهم لكم. ثم أخبرهم أن الشخص الهام القادم على دواء التصفيق، ولكن عندما توقفوا ظل شخص واحد يصفق بقوة. كان الصوت واضحا عاليا ويقترب من بعيد على السجادة الحمراء. مشى رجل يصفق، محياه مليء بالجرأة والحيوية. باتت خطواته هالة مهيبة ومرعبة، مما جعل الجماهير تحبس أنفاسهم. وصرخ برهان فيكتوريا: إنه ليس. فجأة اتجهت أعين الجميع نحوه، فقال أبويه بالتبني على حين غره: نسينا إن هذا الشاب يخرج من السجن اليوم. ومتجاهلا الأنظار المذهولة التي توجهت نحوه، سار ليس خطوة بخطوة نحو يوسف وقال له: أخبرتني العصفورة أن الشركة صارت مسجلة الآن. كيف تشعر يا يوسف؟ هل أنت سعيد؟ وابتسم ليوسف ابتسامة مليئة بالمعاني. قد غضب يوسف وقال لليس: كيف تجرؤ على المجيء إلى هنا أيها الوقح؟ وماذا قلت لي ليلته؟ من الذي دعاه؟ ألم تعلموا أنه خرج ليلته من السجن؟ يا له من مشؤوم. نهض برهان وقال: ما الذي تفعله هنا يا ليس؟ فأجابه ليس متحديا: لماذا لا يمكنني أن أكون هنا؟ حسنا، بداية أنا لست إلا يتيم ربتك. حسنا، بداية أنت لست إلا يتيم ربتك عائلة جاد، ولكنك كنت طموحا وناقرا للجميل، وتجاوز طموحك الحدود فصرت تريد لزوجة أخيك، وأرضت أن تستولي على عائلة جاد، حتى إنك حاولت قتل والديك عندما ساءت الأمور. أليس لديك ضمير؟ هل لا يزال لديك أي ذرة من الأخلاق في قلبك؟ لقد فقدت سمعتك في نورس مبتون، والجميع يعرف ذلك. كيف تجرؤ على القدوم إلى هنا؟ ألا تشعر بالعار؟ يطبع الفصل الثاني: المذنب في العائلة. الجميع يعلم لماذا عدت. أنت تريد الاستفادة من عائلة جاد، تريد أموالنا، أليس كذلك؟ لقد طردناك من عائلة جاد منذ مدة طويلة. أيها الندل الناكر الجميل، لا يربط عائلة جاد أي علاقة بك. اختفي الآن. نهض والدا ليس بالتبني وأشار إليه، ملقين عليه ألفاظ جارحة. كانت وقاحة عائلة جاد في تحريف الحقيقة أمرا يفوق العقل، لا لخيبة الأمل. كان يعتقد أنهم سيشعرون بشيء من الندم بعد 6 سنوات، ولكنه كان غضبهم أكبر بنحو غير متوقع. أخذوا كل شيء منه، وشلوا قدميه ودمروا سمعته، وقلبوا كل شيء رأسا على عقب، وحملوه مسؤولية كل شيء.
يعني ايه شلوا قدميه؟ يعني ايه ما بقاش يمشي يعني، ولا بيمشي ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. امال مين اللي كان بيمشي على السجاده؟ المفروض شلوا قدميه يبقى اتشل خلاص يعني، مش هيمشي عليها تاني. المهم يا شباب، بس يعني ايه، حاولوا بس تشتركوا في القناه كده وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو ايه جديد، وضغطوا لايكات كده عشان ده بيساعد على انتشار الفيديو. ماشي، عشان طبعا الريتش بتاعي واقع، عشان كده ما كنتش بنزل حاجه. تمام. طبعا انا بدات ان انا يعني اقرا بقى تاني، فهتلاقي فيه شويه غلطات كده، بس ايه يعني حاولوا عدوها يعني. الدنيا جميله، مش مشكله. يلا بينا. ماشي نكمل. اندفع برهان نحو ليس متعاليا عليه ان أليس لديك مجرد رغبة في المال الآن بعد عودتك؟ طب يا جماعة، يا لخيبة الأمل. كان يعتقد أنهم سيشعرون بشيء من الندم بعد 6 سنوات، ولكنه كان غضبهم أكبر بنحو غير متوقع. أخذوا كل شيء منه وشلوا قدميه، ودمروا سمعته، وقلبوا كل شيء رأسا على عقب، وحملوه مسؤولية كل شيء. لم يكن لدى عائلة جاد أدنى قدر من الرحمة لتذكر. اندفع برهان نحو ليس متعاليا عليه أنت. أليس لديك مجرد رغبة في المال الآن بعد عودتك؟ صوت مفاجئ. ألقى برهان بطاقة ائتمان على الأرض ورفع قدمه. يهز حذاؤه الجلدي. أوسخت حذائي، نظفه بلسانك، وهذه البطاقة بها $1,000,000 تكون لك. أثارت كلماته ضحكة جديدة بين الحشد الذي نظر إلى ليس كما لو كانوا ينظرون إلى كلب. قالت فيكتوريا ساخرة: يا إلهي، 1,000,000! إنه أكثر من كافي لتغطية نفقاتها المعيشية. أراهن أنه سيلعق حساب. صرخ برهان صرخ برهان بعدما رأى أن ليس يحدق فيه، وقال: انحني على ركبتيك الآن وامسح حذائي. نظر ليس إليه ببرود وبكل هدوء. أركع. انقض برهان على ليس وضغط على كتفيه، مجبرا إياه على الركوع، ولكن الأخير لم يتحرك. قلت: اركع. عان برهان ليثني ليس على ركبتيه، ثم قال: عساك تسقط ميتا. فجأة صفع ليس برهان على وجهه، فطيره لمسافة 8 أمتار تقريبا. عم الصمت في الغرفة، حتى أنه يمكنه سماع رنة الإبرة إذا رميتها أرضا. ما حدث لا يصدق. كان الجميع في عائلة جادة في حالة ذهول. ماذا فعل؟ ماذا فعل ليس ليلته؟ هل أسقط برهان على الأرض بصفعة واحدة؟ نسمع صوت خطوات ليس، فكان برهان على وشك النهوض عندما داس عليه ليس. سحقه وعبر فوقه. تراجع يوسف من دون تفكير عندما رأى ليس قادما نحوه. ثم صعد ليس إلى المسرح وعدل الميكروفون، فنظر الجميع إليه يتساءلون عما سيفعله بعد ذلك. وقال: استمعوا جميعا. أنا متأكد أنكم تتذكرون ما حدث قبل 6 سنوات، أليس كذلك؟ من أجل الحب والرعاية التي تلقيتها من عائلة جاد خلال طفولتي، أعطيكم شهرا لتركعوا أمامي لمدة 3 أيام و3 ليالي لتتوبوا عن خطاياكم. تذكروا، ينطبق كلامي على الجميع في عائلة جاد. إذا لم أرى أي ظل في غضون شهر، فالنتيجة بسيطة. أقسم إنني سأمحو كل واحد منكم هنا اليوم. كان صوت ليس منخفضا وعميقا، ولكن بمجرد أن انتهى ضحك الحشد بشدة، وراحوا يقولون: هل فقد عقله في السجن أم ماذا؟ ما هذا الهراء المتعجرف الذي يتفوه به؟ فعائلة جاد الآن هي قوة لا يستهان بها الآن في نورثهامبتون، بينما هو مجرد مجرم. أليس من المستحيل تدمير عائلة جاد؟ فهل أصابه ارتجاج في الدماغ أم شيء من هذا القبيل؟ فقال ليس: اعلموا إن صبري محدود. لديكم شهر واحد فقط. بالطبع يمكنكم جمع قواكم وحلفائكم للقتال ضدي. سأكون في انتظاركم. ثم غادر ليس مباشرة، متجاهلة سخرية الحشد. توقف هناك يا ندل، هل قلت لك أن تغادر؟ أراد بدر والد ليس بالتبني أن يوقفه، فقال يوسف: بدر، دعه يذهب. إنه يوم كبير اليوم. لا أريد رؤية سفك الدماء. كان يخشى من التأثر الذي سيحدث إذا رأت الشخصية المهمة ما يجري
فقال: سيكون لدينا متسع من الوقت القيام بما يلزم معه. إنه محظوظ لأن الشخص المنتظر في طريقه. وكان ذلك الختام، وغادر ليس المكان وعيون الجميع ترقبه. بعد أن غادر ليس، سأل يوسف بقلق: جميل، أين الشخصية المهمة؟ ألم يصل بعد؟ ما هو كان موجود ومشى. طبعا هم لسه ما يعرفوش. بدا جميل مندهشا. قال: وفقا للوقت كان يجب أن يكون قد وصل منذ مدة طويلة. دعني أسأل. بعد إجراء مكالمة هاتفية، اصفر وجه جميل وقال: أبي، كان الشخص العظيم هنا، لكنه غادر بالفعل. فأجابه: ماذا؟ كان الشخص العظيم هنا؟ نعم. وقال الشخص العظيم إن عائلة جاد مجموعة من الخنازير الغبية غير الجديرة. اعتقد أنه غادر غاضبا بعد رؤية الفوضى التي أحدثها ذلك الصبي، لعله ظن إن عائلة جاد تحتقره. رجف يوسف من الغضب وقال: هذا الفتى الوقح سيدفع ثمن ذلك. ووافق الحضور على ذلك. لقد أفسد ليس احتفال عائلة جاد المجيد، وأغضب الشخصية العظيمة، فيعادل فعله قطع فرصة عائلة جاد بالوصول إلى السماء. فليس جاد هو بالفعل المذنب في عائلة جاد. في تلك اللحظة أرادت عائلة جاد خنق ليس حيا. والديه بالتبني وأخوه وزوجة أخيه كانوا يكرهونه بشدة، وكانوا يتوعدون له. بعد مغادرة فندق منارة الضيافة، كانت الشخصية التالية التي كان سيبحث عنها ليس هي زوجته، زينة لؤي. ففي هذه الحياة ليس مدينا لا لعائلة جاد ولا لأصدقائه ولا لزملائه في الصف، ولكن لزينة. فقد سجن في اليوم الثاني بعد الزفاف، مما جعل زينة تفقد سمعتها، حتى أنها أجبرت على العيش كأرملة لمدة 6 سنوات. تحملت هذه المرأة الكثير لمدة 6 سنوات، ولكن الآن أنا عدت. سأمسك بيدك وسنغزو العالم معا. بعد التردد لمدة طويلة، ضغط ليس على جرس الباب، وهناك الصدمة. أسقطت الشابة هاتفها المحمول على الأرض عندما فتحت الباب. عندما ألقت نظرة أقرب على وجه ليس، انهارت زينة في البكاء، وسمع ليس صوت والدة زينة من الداخل يقول: زينة، اسرعي، احضري الطرد وادخلي. قارب وقت العشاء العائلي. سيحل جدك قضية زواجك في العشاء الليلة. لا يمكنك الفرار من ذلك. ارتدي ملابسك بسرعة. سيزوجك جدك بشخص آخر. قال ليس بحماس: زينة، أنا عدت. أراد أن يضمها بذراعيه، لكن زينة دفعت يديه بعيدا وقالت: لماذا عدت؟ لقد نسيتك بالفعل. كان صوت زينة تحبسه العبرات. بعد ذلك بوقت قصير، خرج والدي زينة، أحمد وقايلة، مرعوبين. وبخ والد زينة أحمد ليس قائلا: كيف تجرأت على العودة؟ هل تعلم قدر الانتقادات التي تعرضت لها عائلتي بسببك، وخاصة زينة؟ هل تعلم كم عانت من السنوات في السنوات ال6 الماضية؟ في الوقت نفسه دفعت والدتها قايلة ليس وقالت: يجب أن تعلم أن هذه العلاقة بينك وبين زينة مستحيلة في هذه الحياة. منذ أن ذهبت إلى السجن أنت مجرم، أو أنت مجرد فأر شارع في نورثهامبتون. وقدومك إلى هنا لرؤية زينة لا يشكل الخطر عليها. بالطبع كان ليس يعرف معاناة زينة في السنوات ال6 الماضية، بما في ذلك رفضها لتزوج من جديد بسببه. قال ليس بجدية: هذه المرة عدت للأبد، ولن أترك زينة مجددا، وسأضمن لها مستقبلا مشرقا، وسأضع العالم في يديها. أثارت كلام ليس ضحك أحمد وقايلة، فسأله أحمد ساخرا: لقد قضيت 6 سنوات في السجن، كيف ستعطي زينة مستقبلا؟ فأضافت قايلة: جاوب، هل بالكلام فحسب؟ يجب أن يقف الكلام الكبير عند حد. ومع ذلك ابتسم ليس وقال: لا تقلقوا، سأستعيد ما فقدته في تلك السنوات، وسأدمر عائلة جاد في شهر. هذه المرة حتى زينة لم تستطع تحمل هراءه أطول، فقالت: ليس، هل يمكننا أن نكون أكثر واقعية؟ لا يهم إذا كنت قد تخرجت ليلته من السجن، ألا يمكنك أن تكون واقعيا وتبدأ من جديد؟ أعتقد أنك ستعود يوما ما، لكنك لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية مثل هذا الكلام الكبير.
هل تعلم مدى قوة عائلة جاد الآن؟ وبالإضافة إلى ذلك فإن العصر الحالي مختلف تماما عما كان عليه قبل 6 سنوات. قال ليس بجدية: زينة، ثقي بي، يمكنني أن أجعل عائلة جاد تنحني عند قدمي بكلمة واحدة فقط. يطبع الفصل الثالث. 10 مليار للجلوس على تلك الطاولة. مستحيل. كادت شجاعة ليس أن تودي إلى فقدان زين والديها عقولهم. هل عساها فقد عقله بعد مكوسه في السجن لمدة 6 سنوات؟ قالت زينة: حسنا، إذا كنت تقول ذلك ثم اثبت قولك. أود أن أرى كيف تجعل عائلة جاد تنحني أمامك بكلمة واحدة فقط. ودفعت هاتفها المحمول مباشرة إلى ليس. وقف ليس مندهشا. كان صحيحا أنه يمكنه القضاء على عائلة جاد بكلماته، ولكنه أعطاهم شهرا. سيكون من الأفضل تدميرهم في وقت لاحق. ألقت زين الهاتف على الأرض معبرة عن غضبها. انظر، لا يمكنك القيام بذلك، أليس كذلك؟ ثم لا تتفوه أبدا بكلمات كبيرة بينما أنت عاجز. ثم دفع والديها ليس بعيدا وقال: اذهب الآن، أنت غير مرحب بك هنا، لدينا عشاء لنحضره. لا، أمي وأبي، دعوه يدخل. ماذا تقصدين يا زينة؟ لن أتزوج مرة أخرى، فقد عاد زوجي. لم يتمكن أحمد وقيلة من إقناعها، لذا ما كان لهم إلا السماح له بالدخول. فأخذت زينة ليس إلى غرفة نومها وقالت: منذ أن عدت أنت ما زلت زوجي. لا أهتم بالإشاعات، كما إنني مؤمنة بك بأنك بريء، وأي شخص صاحب بصيره يمكنه أن يرى أن عائلة جاد نصبت لك فخ. شعر ليس بالدفء في قلبه، فإنها تثق به، وهذا أكثر من كافي بالنسبة إليه. وقالت: لكن يجب أن تعدني أن تبدأ من الصفر وتكون واقعي. اعتقد أنك ستحقق شيئا عظيما بقدرتك. سأعطيك 5 سنوات. فقال ليس: لا أحتاج هذا الوقت، اعطيني شهرا واحدا وسأدمر. صرخت زينة: اسكت، لا أريد أن أستمع إلى حديثك الغير منطقي والغير واقعي. لماذا لا نكون واقعيين؟ فحتى لو لم يكن لديك أي شيء الآن، أنا أؤمن أنك ستنهض إذا مشيت خطوة واحدة في كل مرة. فأغلق ليس فمه مطيعا. أخرجت زينة بدلة من الخزانة وقالت: اشتريت هذه لك منذ 6 سنوات، ارتديها على الفور واتبعني إلى عشاء العائلة. زينة: ما الذي يحدث معك؟ عندما رأى أحمد وقيلة ليس يرتدي ملابسه، كانوا غير راضيين بطبيعة الحال. تعلقت زينة بذراع ليس وقالت: أمي أبي، ليس هو زوجي الآن، وسأوضح لجدي هذا الأمر الليلة. نظر أحمد وقيلة إلى ليس بعيون متقدمة، وتنهدوا بلا حول ولا قوة. أقيمت وليمة عائلة لؤي في مطعم تراث المأكولات، حيث حجزوا المطعم بأكمله. بالطبع لم تكن عائلة لؤي قوية مثل عائلة جاد، ولكنهم كانوا يعدون أعلى من الطبقة المتوسطة في نورثهامبتون. عندما وصلت زينة وعائلتها إلى القاعة الرئيسية، استقبلوهم بنظرات غريبة ومستهزئة. أيوة، ما هي مستهزئة، أيوة. ماشي. في الماضي عندما تزوجت زينة وليس، كانت عائلة أحمد تحتل أعلى مكانة في عائلة لؤي. ولكن بعد سقوط ليس، شهدت عائلة أحمد تحولا كبيرا في الحياة، وتراجعت وضعيتهم في عائلة لؤي أيضا، حيث أصبحوا موضوعا للسخرية، خاصة خلال الاجتماعات العائلية. انظر، هل هذا ليس الذي يقف بجانب زينة؟ نعم، إنه هو حقا. هل أطلق سراحه من السجن بالفعل؟ توجهت جميع الأعين نحو ليس فورا. انزعج هاني كبير عائلة لؤي، وتجاهلهم هم الأربعة. كان الرجل العجوز يفضل فادي ابنه الأكبر وعائلته، وفضله في الأساس لأن زوج ابنه فادي، سامي صالح، كان من عرق مختلط وولد ثريا وعاش في الخارج. هذه المرة كان هاني يخطط لتزيينه زينة مع شقيق سامي الأصغر كريم، الذي أغرق زينة بنظرات حاقدة منذ مدة طويلة الآن. مع عدم وجود أي شخص يولي لهم اهتماما،
كان على أحمد وعائلته العثور على مكان للجلوس أولا، وما إن هموا بالجلوس حتى سمعوا أحدهم يقول: لا يا أحمد، لا يمكنكم أنتم الجلوس هنا. كان همام الابن الثاني الأكبر لعائلة لؤي هو المتحدث. ماذا؟ رتبنا المقاعد في العشاء العائلة. هذه المرة ظهرت عبارة التساؤل على وجه أحمد وقال: كيف ذلك؟ لدينا 4 طاولات لعشاء العائلة، وتم تحديدها وفقا لمساهمة العائلة. على سبيل المثال، تخصصت الطاولة الأولى للعائلة التي ساهمت بأكثر من 5 ملايين في العائلة في هذه السنة، والطاولة الثانية للمساهمين ب1,000,000، والطاولة الثالثة للمساهمين ب100,000. ومن ساهم بأقل من 100,000 مكانه في الطاولة الأخيرة، فهو بالأصح لم يساهم على الإطلاق. ابتسم همام بغطرسة. عائلتنا حققت أرباحا جيدة هذا العام، وساهمنا بحوالي 5 ملايين للعائلة، لذا أعذرني، لكن هذه الطاولة هنا هي لنا. بالطبع يمكنك أيضا الجلوس على الطاولة الأولى بدون المساهمة إذا كان لعائلتك أصول تقدر بعشرات الملايين. صخرت مريم زوجة همام: للأسف لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا حول وضع عائلتك، والآن ضمن عائلتك. ثم سجين سابق: أنا آسفة، لكن لا يمكنكم الجلوس إلا على الطاولة الأخيرة. قال شادي ابن همام وهو يمشي مع كأس في يده: أمي وأبي، بقدر ما أعرف لم تساهم عائلة العم أحمد كثيرا في عائلة العام الماضي، وقد أفلست شركتهم واقترضوا أكثر من 2,000,000 من الجد. بالتأكيد إنها مساهمة سلبية. إنه غير عادل اتجاه الأقارب الذين يجلسون على الطاولة الرابعة. أقترح أن نضيف طاولة خامسة للمساهمين السلبيين. نعم، أوافق. ووافق بقية عائلة لؤي. حسنا، سنفعل كما يقول شادي. هذا الفعل من شأنه أن يحفزكم. مشكلة المفروض القراءة دي يا جماعة، يعني الواحد يبقى مركز في القراءة. أنا عمال بفكر أصلا إن أنا أرجع تاني لرواية الانتقام عدل قاسية ولو بعد حين بتاعت فارس وكاميليا، بس هيبقى من الأواخر. مش عارف بقى، هو ده التفكير اللي عمال بيخلينا أتلخبط كتير. المهم خلينا بس الواحد بس يركز بس في قلب الرواية ديت. يعني كمان انا اصلا معرفهاش، يعني هي لسه جديدة عليا الرواية ديت اصلا كمان. المهم يلا بينا. نعم اوافق. ووافق بقية عائلة لؤي. حسنا، سنفعل كما يقول شادي. هذا الفعل من شأنه أن يحفزكم. أعطى هاني موافقته. اسرعوا واجلسوا، لا تقفوا هناك وتجعلوا أنفسكم أضحوكة. وألقى هاني نظرة غاضبة على أحمد. ومع ذلك ذهب أحمد وعائلته إلى الطاولة الخامسة بهدوء. على أي طاولة يجب أن يجلس المساهم الذي لديه 10 مليارات؟ سأل ليس فجأة وهو يسحب بذراع زينة. طبعا هو اللي بيقول على أي طاولة يجب أن يجلس المساهم الذي لديه 10 مليارات. كان ليس هو الوحيد الذي كان يعتبر الحاكم الوحيد الفائز ب5 نجوم، والثروة بالنسبة له كانت مجرد رقم. في الواقع لم يكن يعرف بالضبط كم لديه، ولكنه لا يزال يمكنه أن يدفع 10 مليارات من دون أن يتأثر للمساهمة نيابة عن عائلة أحمد. فور قول ليس ذلك كان الجميع مندهشين من استفساره. بعد لحظات قليلة من الصمت انفجر الحشد في ضحك هستيري. 10 مليارات يجب أن تكون مسحة. حتى عائلة جاد الأستقراطية قد لا تملك هذا المبلغ من المال. لابد من أنه فقد عقله ليأتي إلى هنا ويحرج نفسه. مرحبا أحمد، هل كنت تعلم أن لديك سهر تبلغ قيمته 10 مليارات؟ شعر أحمد وعائلته بالإحراج من النظرات الساخرة وتمنوا أن تنشق الأرض وتبلعهم. يا للإحراج، إنه محرج للغاية. غضبت زينة واشتعلت عيناها بالغضب وقالت: ليس جاد، أليس كافيا بالنسبة لك أن تتحدث بكلمات كبيرة في المنزل حتى تأتي إلى هنا وتحرجني؟ هل تعتقد أنك لم تفعل ما يكفي بعد كل هذه السنوات؟ رجفت زينة ونزلت الدموع بصمت على خديها. قال: ليس بعجز، لكن لدي 10 مليارات حقا. في هذا الوقت لم يكن أحد يهتم بالاستماع إلى الخرافات ليس الصريحة، لأنه نجم اليوم
زوج ابنه فادي قد وصل. ذهب الجميع بما في ذلك هاني إلى المدخل لاستقباله. قال سامي معتذرا: أنا آسف لأنني جعلتكم تنتظروني. فسأله هاني: تأخرت رحلتك بما يقرب 10 ساعات، ما الذي حدث؟ ابتسم سامي: جدي، ألم تعلم؟ وصل شخص مهم إلى نورثامبتون، وتم إغلاق مطار نورثامبتون لمدة 8 ساعات. ماذا؟ هل حدث ذلك حقا؟ سأل هاني مبتسما: من هذا الشخص العظيم الذي أغلق المطار يا سامي؟ لم يحدث ذلك فحسب، بل يقال إن 100 طائرة رافقت طائرتها الخاصة، وحرس المطار 100,000 شخص. اللعنة! ماذا؟ انفجرت الحشود بالصدمة. قال سامي بتكبر: إنه قائد 9 مناطق حربية، فإنه حاكم الحرب في إرويديا. قد لا تصدقون قولي، ولكنني قابلت هذا الرجل العظيم عندما كنت في تجمع في الخارج، وحتى تبادلنا الأرقام، ولم أكن أتوقع أن يتولى منصبا في نورثامبتون. سأدعوه في إحدى الأيام لدعم عائلة لؤي. بهذه الطريقة ستحصلون على موطئ قدم في نورثامبتون في وقت قصير. يا إلهي، أنت غير معقول! كيف تعرف شخصا مثله؟ زوج ابنه عمي رائع جدا. سهر عائلة لؤي فريد من نوعه بالطبع باستثناء واحد. تطلع الجميع إلى سامي بإعجاب، والعجوز كان أكثر إعجابا. وكان أحمد وقيلة يغاران من سهر فادي، وكانت زينة غيورة أيضا، ولكنها تعتقد أن ليس في 5 سنوات أيضا يمكنه جعل جدها فخورا. ومع ذلك ويدون عملهم كان ليس يكاد يكبت ضحكه. إن هذا الطفل ليس بهذا القدر من العلم ليعرف أنني قد وصلت، ولكن قدرته على اختلاق الأكاذيب أكثر ما يعجبني. فسأله ليس: أنت تقول أنك تعرف حاكم الحرب؟ رفع سامي رأسه وقال: نعم، كنا قد شربنا معا. هل ثم مشكلة؟ ضحك ليس وقال: إذن لماذا لا أتعرف عليك؟ يطبع الفصل الرابع: أنا حاكم الحرب. ماذا؟ تجمد سامي وكذلك جميع الحضور. ماذا يقصد؟ استهجن سامي وقال: هل تقول إنك حاكم الحرب؟ ابتسم ليس وقال: نعم، أنا حاكم الحرب، لكني لم أتعرف عليك من قبل. انفجر الحاضرين بالضحك، خاصة سامي ضحك بشدة. حتى الرجل العجوز هاني كان مستمتعا لأنه لم يشهد مثل هذه الإثارة من قبل. يا لك من مهرج! ليس مهرج حقيقي. سخرت ميار زوجة سامي قائلة: يا إلهي يا زينة، زوجك مضحك للغاية. أطلق على نفسه لقب أي حاكم الحرب ليثبت نفسه ويحفظ كرامته. هل تعرفين من هو حاكم الحرب؟ إنه القائد الأعلى ل9 أقاليم حربية، يمكنه أن يمحو عشيرة بكلماته فحسب. وكيف ذلك؟ فهل السجن منطقة حرب؟ يا إلهي يا زينة، ما هذا الزوج الذي لديك؟ أشعر بالاستياء من أجلك. وأضاف آخرون: لا تحضريه معك في المستقبل يا زينة. قد لا ترينه محرجا، ولكننا نراه كذلك. نعم، لا تدعوا يحضر أي من اجتماعاتنا العائلية في المستقبل إذا تريد عائلة لؤي الحفاظ على سمعتها. نظر هاني نظرة ماقتة وقال: أحمد، عائلتك سيئة حقا، لقد خيبت أملي. يا إلهي، ما هي الخطيئة التي ارتكبتها في حياتي السابقة لأستحق هذا الموقف؟ نظر أحمد وقيلة خجلين وجوههما مكفهرة. إنه اليوم الأكثر إذلالا على الإطلاق. جلست زينة في الزاوية، لم تنطق بكلمة واحدة أمام الإهانات والسخرية التي تعرضت لها، ولكن الدموع نزلت على خديها بصمت. ولم تتوقع أبدا أن تواجه مثل هذه اللحظات المهينة. نظرت زينة إلى ليس مبدية الاشمئزاز. لم تهتم بأن ليس كان مسجونا، ولا كانت تهتم بالعار الذي حمله بعد السجن، بل كل ما كانت تهتم به هو موقف ليس. في البداية كان يعتقد أنه سيبدأ من الصفر ويعيش حياة حقيقية بعد خروجه من السجن، ولكن صار ليس جاد خيبة أمل مريرة. إنه غير واقعي ومثير للسخط، ناهيك عن كبريائه الملعون. ما أحمقه! لم ترغب زينب بالاعتراف بأنه زوجها. رفض سامي السماح لليس بالخروج بسهولة. حسنا، ألست حاكم الحرب؟ سيعقد غدا حفل استقبال في نورثامبتون.
مخصص لاستقبال هذا الشخص العظيم. أتمنى أن أراك هناك. كان سامي على علم بكل جديد، وفعلا جهز العشاء من هذا القبيل. بما أن ليس قرار الاستقرار في نورثهامبتون، فقد عين كنائب لنورثهامبتون، وهو أمر معقول نهاية. لم تكن غاية وجوده هنا واضحة، وكان الجميع يخشى هذا الشخص العظيم. كان من السهل أن نسبب الذعر. لهذا السبب قررت بلدة نورثهامبتون أن تنظم حفل استقبال له. عند سماع محادثتها سأل هاني: أوه، هل يمكنك أيضا حضور مثل هذا الحفل الترحيبي يا سامي؟ هز سامي كتفيه وابتسم قائلا: لقد تلقيت بطاقة دعوتي للتو. في الواقع فقد سامي عقله لدرجة شراء بطاقتي دعوة ب2,000,000 لمجرد الاستعراض في العشاء العائلي اليوم. نظر الحاضرون جميعا إلى سامي بدهشة. حدث سامي نفسه متغطرسا بقول: أحسنت إنفاق هذين 2,000,000. فسأله هاني بحذر: هل يمكنك الحصول على المزيد من بطاقات الدعوة يا سامي؟ إذا يمكنك ذلك فأنا ووالدك نود توسيع علاقاتنا. نظر فادي إلى سامي مترقبا فقال: سأحصل على البطاقات مهما كلف الأمر. وافق سامي مباشرة. على الرغم من أنه كان يشعر بأمواله تحترق في جيبه، الآن سأبذل 2,000,000 آخرين. إنها مسألة مكالمة هاتفية واحدة. أجرى سامي مكالمة واشترى بطاقتي دعوة إضافتين. قالت ميار مقتربة من زينة: اخبريني يا زينة، هل سأراك في العشاء غدا؟ صار وجه زينة قاتما، وهي على علم بأن ميار تحرجها عمدا. وبعد وقت قصير توقفت سيارة سوداء أمام فندق تراث المأكولات، ونزل رجل يرتدي بدلة منها. ألست أنت رامي أمين المكتب؟ ذهب هاني بسرعة يحيي الزائر عندما عرف من هو. كانت رامي الذي يتواصل مع الإدارة العليا يوميا. هو أمين مبنى مكتب بلدة نورثهامبتون. بالتأكيد كان يعلم أن يتصرف بلباقة. تحياتي سيد لؤي، أنا هنا لغرض بسيط. أريد إرسال 10 دعوات لعائلة لؤي لحفلة الغد. بعد تسليم 10 دعوات غادر رامي بسرعة. كانت مهمة كلفه به الأمين الرئيسي لنورثهامبتون. في هذه اللحظة كان الأمين الرئيسي لنورثهامبتون يجلس في السيارة في الخارج. كان خائفا من مقابلة حاكم الحرب الأسطوري. ترددت كلمات رئيسها الأعلى بوضوح في أذنيه: يجب أن يحضر كل عضو مهم في عائلة والد زوجة حاكم الحرب حفلة غد. كان عليه إرسال الدعوات بطريقة سرية مع الحفاظ على هوية المرسل مجهولة، وبالتالي كلف رامي بهذه المهمة. لم يقل ليس شيئا عندما رأى هذا المشهد، ومع ذلك كان سامي مندهشا. ما الذي يحدث؟ ألم أشتري للتو بطاقتي دعوة فقط؟ لماذا أرسلوا لنا 10 بطاقات في وقت واحد؟ ومن هو المرسل؟ هل هي ريم السكرتيرة؟ ضحك هاني وقال: أنت أفضل نسيب يا سامي. أنت تجعل السكرتيرة من مبنى المكاتب ترسل لنا 10 دعوات في وقت واحد. بكلمة واحدة، هو مدعاه فخر العائلة لؤي. كان فادي يبتسم: يا إلهي، أنت مدهش يا سامي. ونظر شادي إلى سامي بإعجاب. وقد تزوجت ميار رجلا صالحا. أنت بالتأكيد أسعد امرأة في العالم، على عكس زينة التي تزوجت من مجرم. أعتذر عن إن زوجي مذهل يا زينة. ما عليك سوى أن تقولي كلمة واحدة إذا كنت بحاجة إلى مساعدتنا في المستقبل. ولكني لا أجرؤ على الاقتراب كثيرا منك، خوفا من أن يحاول أحدهما التقرب من أخت زوجته. اشتعلت زينة بنار الغضب. كان من الواضح أن ميار كانت تهينها، ولكنها لم تستطع فعل أي شيء حيال ذلك. كانت قدرة سامي على جعل أمين المكتب يرسل بطاقات الدعوة شخصيا بمكالمة هاتفية واحدة فحسب مبالغ فيها. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن دعوة العشاء من هذا المستوى شيئا يمكن لعائلة لؤي الحصول عليه بسهولة. من ناحية أخرى، اشتعل أحمد وقايل بنار الغيرة. مع سهر مثله، وراهن أننا سنستيقظ على ابتسامة كل صباح. سنصير أغنياء. صحيح، أليس أخو سامي مغرم بابنتنا؟ ومع ذلك
لم يتمكن الزوجان من تغيير رأي زينة، لذا لم يتأملوا بصوت عالي. في هذه الأثناء كان سامي مرتبكا تماما بالأمر كله. من أين لي أم يكون لي علاقات في نورسهابتون؟ لابد من أنهم مخطئين، ولكن بما أننا في هذه النقطة الآن، أعتقد أننا يجب أن أتماشى مع ما يجري، فسيحسن ذلك صورتي على أي حال. ثم ضحك سامي وقال: أنا آسف يا جدي، لم أتمكن سوى الحصول على 10 دعوات لنا فحسب. فعلى أي حال، ليس ثم كثير من الأماكن المتاحة في مثل هذا النوع من الاحتفالات. ابتسم هاني ملي صغره وقال: أنت الأفضل من بين الجميع يا سامي. هنا دع جدك يحتفل بك. عند رؤية ذلك شعر أحمد بالغيرة بشدة، وقال سامي: لماذا لا توزع هذه الدعوات يا جدي؟ بالتأكيد كان لدى هاني 4 أطفال. تلقى الجميع دعوة، كلهم باستثناء عائلة أحمد، ووزع الدعوات القليلة المتبقية على شادي وبعض أحفاده المفضلين. قال شادي: شكرا لك، ملوحا هو الآخرين ببطاقات الدعوة أمام عائلة أحمد، وبدون أن يقولوا أي كلمة انحنت رؤوس أفراد عائلة أحمد وظلوا صامتين. في نظر هاني لم يكونوا أفضل منهم في السن، وقروا بذلك يمكنهم أن يلوموا أنفسهم وحدهم على أنهم لا يستحقون. فجأة انكسر الصمت بصوت واحد، بصوت أحدهم: لماذا لم نحصل على دعوة؟ كان ذلك ليس. يطبع الفصل الخامس. يثبت نفسه لزوجته. ضحك الجميع حتى الجنون على سؤال ليس. رد شادي مباشرة: هل تعتقد أن عائلتك مؤهلة للحصول على دعوة؟ هل سأهتم أنتم من عائلة لؤي من قبل؟ هل ساهمتم أنتم في عائلة لؤي من قبل؟ سأل همام بوقاحة. نعم، أنت تحلم. ما أوقحكم؟ كيف لكم أن تتوقعوا الحصول على دعوة؟ كانت زينة ووالديها قد فقدوا الأمل تماما، وينظرون إلى ليس باشمئزاز. ومع ذلك تنهد ليس ببرود: حصلتم على هذه الدعوة بفضلي. كنت أنوي أن أعطيها لأهل زوجتي، وقد وصلت إليكم ببساطة. انفجر فادي قائلا: احترم نفسك قليلا يا ليس. من الواضح أن سامي حصل على هذه الدعوات من خلال علاقاته. ما الذي يمكن أن يكون له علاقة بك؟ نعم، من تظن نفسك؟ واشتعل غضب سامي وقال: كيف تتجرأ على محاولة أخذ الفضل لنفسك؟ بعد ذلك أشار همام إلى أحمد وقال: انظر إلى زوج ابنتك يا أحمد، افعل شيئا بشأنه، ولا تجلبه إلى اجتماعاتنا العائلية المقبلة. لا يمكننا تحمل هذه الوقاحة. كان ليس على وشك أن يقول شيئا عندما سحبته زينة خارجا: تعال معي. لم تستطع أن تتحمله أكثر، وكانت الدموع الحارة تجري على وجنتها على خديها. ليس من فضلك، ليس من فضلك، لا تحرجني أكثر من ذلك. حقا لا أستطيع الصمود إذا استمررت على هذا المنوال. مسح ليس دموعها وسألها: هل تريدون حضور العشاء يا زينة؟ قالت زينة بغضب: من لا يريد ذلك؟ ألم ترى النظرة في عيون أمي وأبي؟ ولكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به. حتى لو أردنا الذهاب لا يمكنك أن تؤمن لنا دخولنا، أليس كذلك؟ قال ليس بثقة: أستطيع. كان ذلك أكثر مما يمكن أن تتحمله زينة. اشتعل غضبها والتفتت محاولة الرحيل. سألها ليس: زينة، لماذا لا تثقين بي؟ ردت زينة متسائلة: كيف يمكنني أن أثق بك عندما تتصرف بهذه الطريقة؟ ضحك ليس وقال: سأحصل بالتأكيد على ثقتك. أنا ليس جاد، رجل يفي بوعوده. أومأت زينة بالموافقة. حسنا، سأثق بك هذه المرة فحسب. إذن لم تتمكن من القيام بذلك فإننا انتهينا. اتفقنا. حسنا، سأبذل قصارى جهدي في ذلك، قالت زينب حسن وهي تمسح دموعها. لا يحتاج إلى هذا التفاخر الغبي. سأبقى في هذا العشاء العائلي، وسأخبر الجميع أن زوجي قادر على الحصول على دعوة لعشاء الغد أيضا. حسنا، اسبقيني، فالسيدات أولا، ودعيني أجري مكالمة واحدة فحسب لنرى ما سيحدث بعد ذلك. قال ليس في المكالمة: يا أسد الأحمدي، كل جاسم أنني سأحضر العشاء الذي ينظمه غدا. ماذا؟ هل ستوافق على حضور العشاء؟ شكرا.
كنت أقلق بشدة من أنك لم تمنح جاسم هذا الشرف. نعم، سأحضر، ولكن أريد أن أمنع بعض الأشخاص من المشاركة في هذا الحدث. نعم يا سيدي، سأقوم بالترتيبات الآن. عند العودة إلى الداخل، رأى ليس زينة ترفع رأسها عاليا وتبدو شامخة كالطاووس. كان من الواضح أنها أعلنت الخبر إذا تحدق به عيون جمة. اخبروني، كيف تعتقدون أن هذا الوغد حصل على الدعوة؟ هل بالسرقة؟ من يعرف إذا كان قد اشتراها من أجل التظاهر؟ ضحك سامي وقال: ألم تعلموا أن تكلفة الدعوة الواحدة تتجاوز 1,000,000؟ وعائلة أحمد مدينة للجدة بحوالي 3 ملايين. كيف يمكنهم تحمل تكلفة شراء دعوة؟ وفي حينها وضع العشاء وبدأ العشاء العائلي. سأل همام: أعتقد أن أربعتهم يمكنهم أن يكتفوا بوعاء من النودلز لكل منهم، لا حاجة لخدمتهم، ما رأيكم؟ ضحك سامي وقال: دعنا نطعمهم، وإلا سيبدو أن الجد يسيء معاملتهم. حسنا، إذن كانت الطاولات الأخرى تعج بالضجيج والإثارة، فيشرب الجميع النبيذ ويحاولون الفوز بصداقة سامي، لكن الصمت يسود على طاولة ليس. ألقى أحمد نظرة على سامي، ثم عاد إلى ليس وهو يتنهد: ما فائدة الغيرة وأنت قدري؟ كما تحدق قيلة بليس وتحدث نفسها بأن هل يمكن أن يكون اليوم أكثر إذلالا؟ ومع ذلك لم يجرؤوا على المغادرة بدون إذن الرجل العجوز، ولا يسعهم إلا أن يستمروا في المعاناة من الإذلال في صمت محرج. في ذلك الوقت جاء سامي مع كأس من النبيذ، ورافقه مجموعة من الناس الذين كانوا يبدون احتراما له. تجاوز ليس ووقف أمام زينة وقال: كنت أنوي أن أعرفك على أخي. يا زينة، إنه أفضل مني بكثير، ولكن يبدو أنك لست محظوظة بما فيه الكفاية للاستمتاع بحياة جيدة. من المؤسف أن ذوقك سيء في الرجال. تنهد أحمد وقال: لو لم يظهر ليس، كانت زينة ستكون مع كريم، وكانت عائلتنا ستكون ثرية من جديد. كم كان ذلك ليكون رائعا، ولكن للأسف يبدو أنه محكوم علينا بالفقر. سرعان ما انتهى العشاء العائلي، قال هاني: لنذهب إلى بيتي، فأريد أن أتحدث بجدية مع زوج ابنتي بشأن تطور عائلة لؤي في المستقبل. وعشاء الغد يجب أن تجلسوا جميعا وتستمتعوا، فسيكون ذلك جيدا لكم. نظر أحمد وقيل إلى هاني بترقب، على أمل أن تقدم عائلة لؤي يد العون لهم وتخفف من ضائقتهم الحالية. ولكن سرعان ما قال هاني: أحمد، أنتم يمكنكم المغادرة. تردد أحمد قليلا وقال: أبي، لكني. قال هاني: لا تقل ولكن، لا نحتاج إليك هنا. بالإضافة إلى ذلك، عاد زوج ابنتك الجيد ليلته من السجن، لا أريد أن يلوث مكاني بالحظ السيء. ثم غادر مع الحاضرين. قبل المغادرة وقف سامي وميار وبعض من الآخرين أمام ليس يلوحون ببطاقات الدعوة في أيديهم. وقال سامي: لا تخيب ظني غدا في الليل. لا تقل إنك تعرفني إذا لم تتمكن من الدخول. لا أستطيع أن أتحمل تشويه سمعتي. ضحك ليس وقال: لم تعرف أبدا من هو الذي لم يتمكن من الدخول عندما يحين الوقت. حسنا، إذن سنرى ذلك قريبا. غادر الجميع بسعادة مع بطاقات دعوة في أيديهم، تاركين أحمد وعائلته يتنهدون ويتأوهون. وألقى أحمد نظرة عميقة على ليس. لو كان بإمكانه أن يشرف العائلة. من المؤسف أنه خرج ليلته من السجن، حتى البقاء على قيد الحياة هو مشكلة بالنسبة إليه. بعد ذلك تبع ليس زينة إلى المنزل. مقارنة بعائلة جاد، كان هذا هو منزل حيث كانت امرأة تنتظر فيه لمدة 6 سنوات. عند العودة إلى المنزل، بادر ليس بوضع فراش على الأرض، لكن زينة سمحت له بالنوم على السرير بدلا من ذلك. بعد ذلك استلقى على السرير بينما استمرت زينة بوضع خطة على المكتب. فسألها ليس: ماذا تفعلين؟ ابتسمت زينة وقالت: أعد مقترحا لمشروع تطوير حديقة بيئية في مدينة الغرب. حتى لو كانت فرصة النجاح لا تتجاوز 1%،
سأحاول بقدر الإمكان الفوز بهذه المناقصة. حتى الليلة التالية لم تشك زينة فيه لمرة واحدة، ولم تبدي أي حزن، ولكنها لم تستطع أن تتحمله بعد الآن، حيث كان الوقت قد حان تقريبا للعشاء الترحيبي. ليس جاد، أنا وثقت بك كثيرا ورهنت كل شيء عليك، ولكن أين الدعوة؟ كيف يفترض أن أصدقك الآن؟ كنت أعتقد أنك ستأتي بأفكار لتضمن دخولنا إلى العشاء، ولكنك لم تخرج من هذا المنزل، ولا حتى أجريت مكالمة هاتفية منذ أن عدنا إلى المنزل الليلة الماضية. هل تعتقد أن الدعوة ستسقط من السماء؟ أضاف أحمد وقائلا: ماذا تنتظرين؟ قمت بوعد كبير الليلة الماضية، وإذا لم تنفذيه فلن يكون لنا مكان في عائلة لؤي في المستقبل. ألقى ليس نظرة على الساعة. قد حان الوقت تقريبا، اتبعيني فحسب. انتقلوا بواسطة عربة هافال الخاصة بأحمد، ووصلوا إلى فيلا الجنة، حيث أقيم عشاء ترحيب بحاكم الحرب. قال ليس: زينة، سأثبت لك الآن أنني أستطيع القيام بذلك. وسحبها وتوجه نحو المدخل. يطبع الفصل السادس. ضيف الشرف. وصل هاني وقال بسخرية: حسنا، انظر من هنا، إنه أحمد وصهره المجرم. حمله هو والآخرون من عائلته أكياس الهدايا، وفيها النبيذ الفاخر ونبتة الجنسنج البري والشري وغيرها. كانت خطة عائلة لؤي بسيطة، وهي التملق بقدر الإمكان أمام حاكم الحرب. قالت ميار وهي تقترب من زينة بسخرية: لم أتوقع أن تأتي يا زينة، أين بطاقة دعوتك؟ اريها لي. فمن السهل شراء بطاقات مزيفة في هذه الأيام. لم تقتنع ميار وسامي والآخرون على الإطلاق بأن ليس يمكنه الحصول على دعوة، فانظر إلى حالهم فحسب. من المستحيل أن يحصلوا على دعوة لحضور العشاء. إنه مثل القول إن الخنازير يمكنها الطيران. أنا ترددت زينة لأنه ليس لديها بطاقة دعوة أساسا، فضحكت ميار وقالت: بربك، ماذا تخفين؟ لا تخبريني إن بطاقة الدعوة الخاصة بك مصنوعة من الذهب لدرجة أنني لا أستطيع حتى أن ألقي نظرة عليها. أغلقت زينة فمها وتطأت رأسها. طلب هاني عندما لاحظ سلوك الزوجين الغريب: أحمد، ارنا بطاقة الدعوة الخاصة بك. قال أحمد متوترا: أبي أنا. صرخ هاني: ماذا؟ أنت لن تطيع حتى أمر والدك. اسرع وإرهالي. لهس أحمد بقوة ولم يستطع سوى قول الحقيقة: أبي، ليس لدينا بطاقة دعوة. أتى بنا ليس إلى هنا. بمجرد أن سمعوا ذلك ضحك سامي وميار والبقية بشدة حتى ألمتهم بطونهم. ثم نظر هاني إلى أحمد وقال: يا لك من أحمق، من العار أن يكون لدي ابن مثلك. اشتعل أحمد غضبا عندما رأى عيون المحدقين الساخرة والضحك القاسي، وفقد ما تبقى من كرامته أمام عائلة لؤي، ولم يبقى منها أي شيء. كما كرهت زينة ليس أيضا، فقد فقدوا كل الاحترام من عائلة لؤي. صخر سامي وقال: ما أوقحك لحضور العشاء بدون دعوة؟ دعني أخبرك بالحقيقة، بغض النظر عن مدى جهودك، لم يتمكن أبدا أفراد عائلتك من الدخول هذه البوابة. قالت ميار وهي تمسك بذراع هاني: دعنا نذهب داخلا يا جدي، لا تدعهم يعترضون الطريق. أنت محقة، فمعرفتهم تجلب العار لنا. ألقت عائلة لؤي بنظرات كالسيوف على ليس ومضوا مسرعين نحو البوابة. كان أحمد على وشك أن يتكلم وقال ليس: أبي انظر، لم يتمكنوا من الدخول. يقف عند مدخل فيلا الجنة كثير من الحراس الأمن الذين وظفوهم للحفاظ على النظام في المكان. أخرج سامي 12 بطاقة دعوة أعطاهم إياها وقال: ل12 شخصا من فضلك. قال ذلك وهو يقوم ظهره ويتفاخر. فعلى أي حال، كم هم الذين يمكنهم أن يحصلوا على 12 بطاقة دعوة في وقت واحد؟ ولكن مباشرة قال الحارس الأمني ببرود: أنتم ممنوعون من الدخول ومحظورون من حضور العشاء. ماذا؟ اعتقد سامي والآخرون أنهم أخطأوا بسماع الحارس. اعترض هاني: مستحيل. رامي، أمين مبنى المكتب، أرسل لنا هذه الدعوات بنفسه بالأمس. تحدث سامي بتفاخر: هذه هي بطاقة الدعوة الخاصة بي، دعني أدخل الآن.
لا يمكنك أن تتحمل العواقب البعث مع لا يمكنك أن تتحمل عواقب البعث معي. العبس، البعث، ايه البعث دي؟ المفروض العبس. عواقب العبس معي. يعني بصوا، الدنيا خربانة خالص. يعني حتى الكلام متلخبط. علت الأصوات. فجأة رفع الحارس العصا على رأس سامي وقال: ألا تفهم بلغة البشر؟ أنتم ممنوعون من الدخول. هل يجب أن أشرح لكم ذلك بالفعل؟ كان سامي خائفا لدرجة أنه كاد يتبول في سرواله أمام العصا الموجهة نحو رأسه، ولكن مع أمام العيون التي تشاهده استعاد شجاعته ورد: أتحداك أن تلمسني. ألا تعرف من أنا؟ دعني أتحدث إلى رئيسك. وبدأ الضرب. أسقط الحارس الأمني مباشرة بالعصا. كان سامي قد بلل سرواله، وكانت عائلة لؤي أكثر رعبا. صرخ الحارس الأمني: ماذا تنتظرون؟ اختفوا الآن. ساعدت عائلة لؤي سامي على النهوض وذهبوا مسرعين. كان أحمد مندهشا من المنظر الذي رآه أمامه، وقال: كنت على حق، لم يتمكنوا من الدخول. في تلك اللحظة ابتسم ليس وأمسك يد بيد زينة. يجب أن ندخل، قال أحمد وكيلا وتراجعا خائفين. لا، سنكون قضينا على أنفسنا. كيف يمكننا الدخول عندما لا يستطيع سامي والبقية حتى المرور عبر نقطة التفتيش الأمنية؟ رجف جسم زينة الضعيف أيضا. نعم، هل يمكننا حقا الدخول؟ ليس لدينا حتى بطاقة دعوة. ابتسم ليس وقال: ألم تقولي إنك ستعطيني فرصة أخيرة؟ كيف تعرفين إذا لم تجربي؟ أمسكت زينة بيد ليس بإحكام. حسنا، أنا أثق بك. أيها الضباط، قالت ميار عندما اقترب الأربعة من نقطة التفتيش الأمنية، هؤلاء إن كانوا من عائلة لؤي، إلا إن جدي طردهم منذ مدة طويلة، فلا تربطهم أي علاقة بنا. قال هاني بصوت مضطرب: نعم أيها الضباط، لا تربطهم أي علاقة بعائلة لؤي. من فضلك لا تجعلوا ذلك يزعجكم. نظر ليس إلى الخلف ساخرا: يا لكم من مخلوقات قاسية. عندما وصلوا إلى نقطة التفتيش الأمنية أغلقت زينة عينيها، لكنها كانت تفضل الموت اليوم على الإذلال. شارك أحمد وكيلا الشعور نفسه. لم يغادر هاني والآخرون. كانوا يختبئون على بعد مسافة، وأرادوا مشاهدة أحمد وعائلته يحرجون أنفسهم. مرحبا السيد جاد وعائلته، أنتم أهم ضيوفنا، الدعوات غير مطلوبة. عند سماع ذلك فتحت زينة عينيها لترى عشرات الحراس الأمن مصطفين في صفين يحيونهم، وكانوا دخلوا في عالم الخيال. ومضت زينة ووالديها نحو داخل فيلا الجنة. كان هاني والآخرون الذين كانوا ينتظرون الاستمتاع في الخارج مندهشين تماما. هم دخلوا؟ كيف يمكن ذلك؟ بصراحة شعرت زينة ووالديها وكأنهم في السماء التاسعة عندما رأوا وجوه عائلة لؤي المدهشة. ونظر أحمد حوله، ما زال في حالة من الذهول. دخلنا بسهولة. كيف فعلت ذلك يا ليس؟ عندها فحسب شعروا أن سهرهم كان مفيدا بعض الشيء. على الأقل تمكنوا من رفع أنفسهم من الإذلال الذي عانوا منه. ابتسمت كايلا. كان لدى ليس أيضا علاقات في نورسهامبتون في السابق، أليس كذلك؟ جاب ليس: أنت على حق يا أمي، لدي بعض الأصدقاء. نظرت زينة إلى ليس بنحو مريب. كان لديها شعور بأن الأمور ليست بهذه البساطة، فلم يساعده أي من أصدقائه عندما كان في ورطة، بل كثيرون هم الذين خذلوه بدلا من ذلك. فكيف سيساعده أي شخص؟ في الفيلا كانت زينة ووالديها حذرين في كل حركة يقومون بها. بعد كل ما جرى لم تمكنوا من تحمل كسر أي شيء أو إساءة إلى أي شخص في مثل هذه المناسبة. زينة، ماذا تفعلين هنا؟ هل هذه أنت حقا؟ فجأة صدح صوت مفاجئ من الخلف. كانت عيون زينة مليئة بالاشمئزاز عندما رأت الشخص القادم. الأربعة الذين كانوا يأتون في طريقهم كانوا يرتدون بدلات، وكان لديهم مظهر ملكي. الرجل في المقدمة كان دالي جمال، نجل رئيس مجموعة إيبكس. كان يريد زينة منذ عصور، حتى عرض ملايين لكي يحظى بها، لكنها لم تتفاعل معه. كتصرف للانتقام تسبب دالي بإفلاس شركة زينة المتطورة جيدا. قالت زينة ببرود: لماذا لا أستطيع أن أكون هنا؟
نظر دالي إلى ليس من الأعلى إلى الأسفل. هل هذا زوجك المجرم؟ هل هو الذي أحضرك؟ عندها اقترب أكثر من زينة ورمقها بضحكة ساخرة. لا أهتم كيف دخلتم، ولكن بقوتي يمكنني إرسال زوجك مجددا إلى السجن وحبسه لعقد أو 2. ظنت زينة إن دالي يمكنه أن يفعل ذلك بسبب موارده وقدراته، ونظرت زينة إليه بحذر. ماذا تريد؟ ما دمت تعدين بالبقاء معي أتعهد بعدم إزعاجه، وإلا سأرسله بالتأكيد مرة أخرى. يطبع الفصل 7. حاكم الحرب لا يحب الهدايا. أنت تحلم. كانت زينة تفضل الموت على الموافقة على مثل هذا الشرط. حسنا، انتظري فحسب. ابتسم دالي مخادعا قبل أن يلتف للمغادرة. لاحظ ليس لون بشرة زينة الباهتة، فأمسك بيديها وسألها: زينة، ماذا حدث؟ من هو هذا الرجل الذي كان هنا الآن؟ هزت زينة برأسها. لم يحدث أي شيء، ومع ذلك كانت تعلم أن دالي لن يتركها بحالها، لذا كانت مضطربة طوال الطريق. في منتصف الطريق أحاطهم مجموعة كبيرة من الناس فجأة، وكان هؤلاء من فريق الأمن، وكل منهم وجه مسدسه عليهم. كانت زينة خائفة للغاية وشحب لونها بينما كانت تمسك بيد ليس بقوة. كذلك كان أحمد وقيلة مشلولين من الرعب، لأنهم كانوا يعرفون أنه انتقام دالي. نظر قائد المجموعة التي كان من فيها يرتدون بدلات قتالية إليهم ببرود وبنظرات خالية من الرحمة من خلف نظرات الواقية. سيد حسن، هل هذا المجرم الذي كنت تتحدث عنه؟ أجاب دالي: نعم يا سيد حمادة، هذا الرجل خرج من السجن اليوم. كيف يكون مؤهلا لحضور مثل هذا العشاء؟ أشك في أن لديه شيئا في أكمامه. إذا حدث أي شيء في هذه المناسبة، هل يمكنك تحمل هذه المسؤولية يا سيد عمرو؟ ماذا؟ هل ما أسمعه حقيقي؟ كان حمادة محمود نائب قائد فريق الأمن مسؤولا عن السلامة داخل الحفل، ولم يكن يعرف كيف دخلوا. ابتسم دالي بتملق أمام زينة ثم قال لحمادة: مهما كانت الحالة أقترح أن نعتقله أولا. نحن بحاجة إلى التخلص من أي مخاطر محتملة. قال حمادة ببرود: صحيح. كيف يمكنه حضور هذا العشاء مباشرة بعد أن أطلق سراحه من السجن؟ تحقق من دعواتهم أولا. كانت زينة ولديها في حالة صدمة، فليس لديهم دعوات على الإطلاق. صرخ دالي بتعجرف: اظهروا الدعوات. أجاب ليس بهدوء: ليس لدينا أي دعوة. كان دالي سعيدا لسماع أنهم جاءوا بدون أي دعوة. هل سمعت ذلك يا حمادة؟ ليس لديهم دعوات على الإطلاق. ثم بالتأكيد أمر مريب هنا. جاء أمر حمادة: يا رجال اعتقلوهم. في تلك النقطة كانت زينة بالفعل في حالة من الذعر. أمي وأبي وأنا سنكون بخير حتى لو اعتقلونا، ولكن ليس بالتأكيد سيتعرض للظلم من قبل دالي وسيتم إرساله إلى السجن مرة أخرى. قالت زينة بغضب: انتظر، دخلنا من خلال نقطة التفتيش الأمنية. ما الذي يجعلك تعتقد أننا ليس لدينا الحق في الوجود هنا؟ صخر دالي: مستحيل، الدعوة ضرورية للدخول هذا المكان. حتى ضيف العشاء اليوم حاكم الحرب يحتاج إلى دعوة، ثم شيء غير صحيح إذا لم يكن لديكم دعوة. قال حمادة بثقة: نعم، إنه أمر جديد بالنسبة إلي أيضا، على العلم إن الجميع بما في ذلك الأثرياء جاءوا بدعوات اليوم، احتجزوهم. أغلق أحمد وقيل عيونهم وهم مرعوبين، وكانت زينة خائفة بشدة أيضا. ضحك دالي: اقبلي مصيرك زينة، فهذه هي نتيجة رفضي. صاح ليس فجأة: من الذي قال لك إنه يجب أن يكون معك دعوة للدخول؟ توقف الجميع ونظروا إليه بدهشة. في ذلك الوقت سحبت زينة أكمام ليس مشير إليه أن يتوقف عن الكلام، بينما بدأ أحمد وزوجته أكثر رعبا من رد فعل ليس. هل سيقع في كارثة؟ ربط ليس على كتفها: هل وثقت بي مرة أخرى؟ أومأت زينة برأسها حسنا. بعد ذلك وقع نظرة ليس على حمادة: اتصل برئيسك واسأله هل يمكن لليس جاد الدخول بدون دعوة؟ هل هو مجنون؟ من يظن نفسه؟ ضحك دالي ورفاقه بشدة حتى ألمتهم بطونهم، لكن غضب حمادة من كلمات ليس فقام بفعل ما طلب منه. حسنا، سأسأل قائد الفريق إذا كان يعرفك. واقفا بجانبهم
ضحك دالي بصوت عالي وكان سعيدا لرؤية ليس يجعل من نفسه أضحوكة. وبحلول ذلك الوقت تجمع كثير من الأشخاص حول الفوضى، مما جعل زين والديها يخفضون رؤوسهم من الحرج. إنه أمر محرج. استشار حمادة كريم فريد قائد فريق الأمن من خلال سماعه الرأس. عندما جاء الصوت من خلال سماعة الرأس تحول لون بشرته للأسوأ. كانت عينيه مليئة بالخوف والرهبة وهو ينظر إلى ليس. تأتى حمادة ويكافح بالتعبير عن كلماته. فهمت السيد. كان ذلك جاهل بالوضع الحالي ينظر إلى حمادة بترقب. كيف هو الوضع يا سيد حمادة؟ صفعة. الجواب الذي حصل عليه كان صفعة غير متوقعة على الخد. أبعدته 7 أو 8 أمتار. كان فمه مليء بالدم وحتى فقد بعض الأسنان. سيد حمادة، لماذا؟ اتسعت عيون دالي وهو يتأتئ. تقدم حمادة خطوة أخرى وضربه لقمة ثانية مما أدى إلى تدفق الدم من دالي. قال حمادة: لماذا؟ أن تستغل سلطتك وتضع العواقب عمدا أمام السيد لؤي. قد لا يكون لديهم دعوة ولكنهم ضيوف الشرف وجاءوا حسب الأصول. ولكنك أنت عكرت النظام وأفسدت أجواء العشاء. يا رجال، اعتقلوه واحبسوه لبضعة أيام. تقدم حارس الأمن المجاورين نحو دالي وأمسكوا به وسحبه بعيدا كما لو أنه جثة بلا حياة. السيد جاد والسيدة جادة، أقدم لكما ألف اعتذار عن الإزعاج. لم يجرؤ حماد على البقاء هنا لمدة أطول، فأخذه رجاله وأسرع في الرحيل. جعلت التطورات غير متوقعة زين ووالديها في حالة من الذهول. ما الذي حدث ليلته؟ ألم يأتوا لاعتقالنا؟ لماذا اعتقلوا دالي بدلا منا؟ ما الذي يحدث؟ حدث كل شيء بعد أن قال اسمه. نظر الثلاثة إلى ليس وكانت زينة تنظر إليه وتطالعه بارتياب. ثم بدأت زينة: ألن تشرح ما يحدث؟ الأمر بسيط، فقد لا يكون لدينا دعوة ولكننا حضورنا شرعي، لذا نحن آمنون. وما فعله دالي الآن قد عكر صفوة العشاء. رأيتم مجموعة الأشخاص الفضوليين الآن، أليس كذلك؟ أخذوا انطباع سيء. إذا علم حاكم الحرب بما حدث الآن، انسى ما حدث بشأن دالي. حتى جاسم ناصر نفسه لا يستطيع تحمل هذه المسؤولية. رد أحمد على الفور: أنا أفهم الآن. كل شيء على ما يرام طالما أثبتنا إننا جئنا قانونيا. أومأت قايلة برأسها: نعم، هذا هو الحال. على الرغم من أن زينة شعرت بأن سم خطب ما، إلا أنه لا يبدو أنه سم أي ثغرات في تفسيره. بالنسبة إليها بدا الأمر منطقيا ومعقولا تماما. ومع ذلك في اللحظة التي رفع فيها ليس رأسه وتوهجت عيناه سمع ما قاله دال الآن. وبدلا من حبسه لبضعة أيام كان مصمما على تركه يتعفن في السجن. كان العشاء بسيطا، ولكن الأشخاص الذين حضروا كانوا شخصيات عظيمة لدرجة أن زين والديها لم يجرؤوا على إصدار صوت بمجرد أن جلسوا. ابتسم ليس: أمي، أبي، لماذا أنتم متوترين جدا؟ تجولوا. ألن يكون من الجميل تكوين صداقات ومقابلة أشخاص جدد؟ تبادل أحمد وقايل النظرات، ولكن في النهاية قرروا البقاء في مكانهم. أمالت زين رأسها وأعطت ليس نظرة عابرة: ألست خاففا؟ أوهم هدوء ليس الظاهر زين والديها بأنه اعتاد على مثل هذه المناسبة. قال ليس: لماذا يجب أن أكون؟ فتأملت زين وقالت لنفسها: لعله قد اعتاد على التعامل مع الأشخاص الشرسين والخبيثين في السجن. وعليه توقفت عن السؤال. في الوقت نفسه كانت تصل وفود كبيرة إلى العشاء ومرافقا بحشود كبيرة من الأمام والخلف. وصل جاسم ومعه بعض الشخصيات الكبيرة الأخرى في نورسهابتون أيضا. لاحظت كايلا: أحمد، لقد لاحظت أن الجميع جاء بالهدايا، حتى أمين مكتب ناصر يحمل صندوق هدايا. أعتقد أننا نحن وحدنا الذين جئنا بدون أي شيء. ألقى أفراد العائلة بنظرة، وكان الحال كما قالت واقعا. جاء الجميع بالهدايا باستثناء عائلتهم. كان الأمر واضحا حيث كانوا يجلسون في الزاوية غير متحركين بينما تجمع الآخرون معا في انتظار تقديم هداياهم. قال أحمد ويخفض رأسه: نحن لم نطلع على القواعد، فلم أكن أعرف ذلك. قالت كايلا: نعم، ولكن يا أبي وسامي والآخرون فكروا في ذلك. هل رأيتم الهدايا في أيديهم منذ قليل؟ تنهدت زينة: كل ما حدث هو بسببي،
فلم أكن متأكدة مما إذا كان بإمكاننا الدخول أو ما أحمد برأسه. هل يجب أن نرسل شخصا ما لإرسال بعض الهدايا الآن؟ لا يزال لدينا متسع من الوقت. رفض ليس مباشرة أمي أبي، استمتع فحسب. لعل حاكم الحرب لا يحب الهدايا. قالت زينة: لا، هو أقل ما يجب أن نفعله. ومع ذلك ضحك ليس ضحكة خفيفة. أعتقد أن حاكم الحرب سيقدر الذين جاءوا بدون أي شيء. هل تصدقينني؟ هزت زينة رأسها وقالت: لا أصدق. يتبع الفصل الثامن. الحال يتحسن. هل رأيتم ذلك؟ جاءوا وأيديهم خالية. هل لا يعرفون القواعد أم إنهم لا يحترمون حاكم الحرب على الإطلاق؟ لا أعتقد إنني رأيتهم من قبل. من هم؟ هل تسللوا إلى هنا؟ سرعان ما لاحظ الجميع أحمد وعائلته بعد سماع الهمسات المختلفة. تمنى أحمد أن تبتلعه الأرض، إنه محرج للغاية. فيختلف عن الإذلال أمام شخص تعرفه. فأولا كان حضورهم صامتا في هذا المكان، وثانيا كان مجرد أشخاص غير معروفين بين الكثير من الشخصيات المهمة. فكان نوعا من الإذلال النفسي. بعد مدة وجيزة تحولت الغرفة إلى حالة من الفوضى. كان الجميع قد حولوا أنظارهم إلى مجموعة رجال يدخلون مرتديين الزي العسكري. ترأس المجموعة ملك الحرب الحقيقي الذي كان يحمل نجمة واحدة على كتفيه. أسكتت هيبته الحضور كله. سأعرفكم على نفسي سريعا. أنا أخدم في منطقة الحرب الشرقية. اسمي الحركي هو أسد الأحمدي، وأنا اليد اليمنى لحاكم الحرب. فحص أسد الأحمدي المنطقة نظرات تنمو على السطوة، فارتعش أحمد وعائلته خوفا عندما رأوا هذا المشهد. يا رجل، إن هذا حاكم الحرب مرعب، وحتى يده اليمنى هو ملك الحرب. بالفعل، حاكم الحرب هو أول حاكم حرب في إرويديا يحمل 5 نجوم. كانت قايلة قلقة لدرجة إنها كادت تبكي. كان يجب أن نحضر شيئا على الأقل. ماذا سيحدث لنا إذا ظن إننا نحتقره؟ سأل جاسم أسد الأحمدي. هل يمكنني أن أسأل متى سيصل حاكم الحرب؟ ابتسم أسد الأحمدي. لنكن صادقين، حاكم الحرب موجودا بالفعل بيننا الآن، لكنه يفضل الحفاظ على غموض شخصيته، ونادرا ما يحضر مثل هذه الاحتفالات. فقد تخطى توقعاتي بحضوره. أحدثت كلمات عاصفة حيث بدأ الناس يبحثون بنحو جنوني عن هذا الرجل. قال أسد الأحمدي بجدية: توقفوا عن البحث، ولكن اعلموا إن حاكم الحرب يراقب كل كلمة وعمل لكم. سأكون الوسيط اليوم. إذا ثم أي شيء تحتاجونه يمكنكم أن تأتوا إلي. همس أحمد بعد سماعه وقال: أليس هذا تلميح؟ وبدأ أن البقية قد فهموا المعنى أيضا. يقدم وائل غريب من شوزوتيم لحاكم الحرب زوجا من اللؤلؤ الأسطوري. وتقدم غرفة التجارة في نسيم جابر لحاكم الحرب بجنسنج طبيعي بري يبلغ عمره 200 سنة. تقدم نادي رصيد لصاحبه أبو كامل لحاكم الحرب بسيارة ماكلارين B1. هرع الجميع في المكان إلى الأمام لتقديم هداياهم الفخمة التي تضمنت القصور أيضا. عندما رأوا الجميع يقدمون هداياهم واحدا تلو الآخر، أخفض أحمد وقايلة رأسهما في إحراج شديد، حتى زين أرادت الهروب إلى الخارج. على المسرح نظر أسد الأحمدي إلى جبل الهدايا المقدسة أمامه. تحولت تعبيراته إلى البرود مع مرور الوقت. ماذا تقصدون بهذه الهدايا؟ صدم صوت أسد الأحمدي الحضور، حتى جاسم عمدة نرستايم أمسك لسانه. نظر الجميع إلى أسد الأحمدي غير مدركين تماما ماذا يعني. هل تهينون حاكم الحرب؟ لا أبدا، بالتأكيد لا. أرعبت كلمات أسد الأحمدي الجميع. احفظوا كلماتي، الهدايا هي أكثر ما يكرهه حاكم الحرب. لا تستخدموا حيلكم مع حاكم الحرب، بذلك أنتم تنظرون إليها بنظرة استعلائية. وبما أن أسد الأحمدي وبخ الجميع، فهم الجميع على الفور. هل حاكم الحرب يعاني من نقص في المال؟ بالطبع لا، فإن الحرب لديه ثروة وقوة لا مثيل لهما. أرجوك إهداء يا سيد الأحمدي، كنا مخطئين. ألقى أسد الأحمدي نظرة على الحاضرين. هل منكم أي شخص لم يقدم هدية حتى الآن؟
نظر الجميع إلى بعضهم البعض ووجدوا إنه ما من أحد لم يقدم هداياه. قال ليث: أبي ارفع يدك، هذه فرصتك. كانت زينة والديها يستمعون. شعروا بالارتياح عندما سمعوا إن الطرف الآخر لا يحب تلقي الهدايا، ومع ذلك لم يكونوا جريئين بما فيه الكفاية لرفع أيديهم. زينة ارفعي يدك، إذا كنت تثقين بي إنه بالتأكيد أمر جيد. رفعت زينة يدها ونظر الجميع إليها. ركز أسد الأحمدي عينيه على زينة. جيد، جيد جدا، موقفك صحيح. عندما تأتي بدون أي شيء في يديك فإنه يظهر احترامك لحاكم الحرب. عمل جيد. بعد سميح مديح ملك الحرب وقفت زينة ووالديها لا شعوريا مذهولين من الاضطراب والشرف. سأل أسد الأحمدي: ما اسمك؟ أنا سعيدة بلقائك يا أسد الأحمدي، اسمي زينة لؤي، وهذا والدي أحمد. قدمت زينة عائلتها بأدب. تعهد أسد الأحمدي قائلا: حسنا، سأتذكر أسماءكم وسأعطي الأولية لك والعائلتك في أي حدث جيد في المستقبل. كان الجميع في الغرفة مندهشين، بما في ذلك جاسم. وأعربت زينة والديها عن امتنانهم في حالة من الارتباك. لم يحلموا أبدا إن مثل هذه النعمة ستنزل عليهم. حتى في نهاية العشاء شعروا كأنهم يطفون في السحب. يا إلهي، هل ما جرى حقيقي؟ حتى جمع أحمد بعض بطاقات الأسماء من الرؤساء الكبار الذين أعربوا عن حسن نواياهم تجاهه. ابتسمت قايلة: أنت محظوظة جدا يا فتاتي الصغيرة. نظرت زينة إلى ليث: أمي، كل الشكر لليث. كان يتوقع أن حاكم الحرب لا يحب الهدايا وشجعني على رفع يدي. لن أفعل ذلك لولاه. لقد أذهلنا ليث حقا الليلة. بالفعل، هل كان لدينا حتى فرصة لحضور هذا العشاء لولاه؟ تغير انطباع أحمد وقايلة عن ليث للأفضل. قال ليث: كان من حسن حظكم، فلقد طلبت من صديق الحصول على بعض الدعوات، هذا كل شيء. في ذلك الوقت نظرت زينة إلى ليث بنظرة مختلفة نوعا ما. كان كل شيء كان تحت سيطرتها الليلة، وكأنه حل كل شيء بكلماته فحسب. هل يمكن أن يكون لديه خلفية نافذة؟ ربما هو وراء كل ما حدث اليوم، ولكن كيف يمكن ذلك؟ كان مسجونا لمدة 6 سنوات. رفضت زينة هذه الفكرة بعد وقت قصير. كانت ليلة طويلة ومثيرة، ولكن لحسن الحظ كانت نهاية سعيدة. شعر أحمد وقيلة بالدوار من الإثارة الآن، بعد أن قاموا بالتعويض وأثبتوا أنفسهم خاصة أمام عائلة لؤي. رغم ذلك اتصل هاني بعد انتهاء الليلة، وكان أحمد من أجاب على المكالمة: أنت وزينة لن تذهبان إلى العمل بدءا من الغد. ماذا؟ يعلو صوت هاني البارد والقاسي من الهاتف: لقد أصبتموني بخيبة أمل كبيرة. متى ستدفعون الاتنين مليون وتمنمائة ألف التي تدينون بها؟ أبي أنا. حسنا، بما أنك لا تستطيع السداد سأستعيد الشركة وأولي لسامي وميار الأعمال. واذهب أنت في طريقك الخاص. ثم أغلق هاني الخط. سقط هاتف أحمد على الأرض بصوت عالي بعد معرفة ما حدث. بكت زينة وقيلة وهما يعانقان بعضهما البعض. سأل ليث: ما الخطب؟ صاحت زينة: استعاد جدي الشركة ونحن بدون عمل الآن. سيندمون على ذلك. في الوقت نفسه في منزل عائلة لؤي سأل فادي بحذر بعد أن أغلق هاني الهاتف: هل من الجيد أن نفعل ذلك؟ ليس أي نفوذ، أليس كذلك؟ قال همام: أبي، لقد سألت بالفعل حول ذلك. صديق السابق كان يعمل في مكتب المياه البلدي، وكان هناك في العشاء. قال إن ليس مجرد شخص غير معروف يعتمد على صديق للدخول. ما هو أكثر سخرية إن عائلتهم وحدها لم تحضر أي هدايا، كما لو إن ذلك لم يكن محرجا بما فيه الكفاية. أخذوا ذلك على محمل الجد. عندما سمعوا إن حاكم الحرب لا يحب تلقي الهدايا، انفجر الجميع في الضحك عندما سمعوا ما حدث. ثم أطلق هاني سفيرا باردا: يجب أن أستعيد شركتهم وأتركهم بدون عمل عقابا على إهانتي في فيلا الجنة. وكان يغلي من الغضب بسبب الحادث اليوم. كان همام يخطط لجعل هاني يستعيد الشركة. صحيح، إنهم مجموعة من الأغبياء الغير ممتنين الذين لا يحترمون جدي. أضاف سامي: أقسم إنني سأجعل حياتهم مؤلمة. نظر هاني إلى سامي ووجهه مليء بالتوقعات. تعتمد عائلة لؤي عليك الآن يا سامي.
لا أعتقد أننا سنتمكن من تنفيذ مشروع تطوير الحديقة البيئية في مدينة الغرب غدا، ولكن لا بأس، عليك أن تعمل بجد أكثر وتحصل على المزيد من المشاريع من خلال علاقاتك. أجاب سامي: لا تقلق يا جدي. يطبع. الفصل 9: زينة أو لا أحد. طبعا وصل لغاية هنا كده ايه، حاول بس كده يشجعني كده بإيه، لايكات، ايه كومنت كويس كده، يعني شوية حاجات حلوة كده، لأن أنا حرفيا والله يعني الزور بيتوجع، الزور بيتوجع من كتر ما احنا بنقرأ، فيعني ها وها، فلايك بقى، لايك وكومنت كده حلو، واشترك في القناة وظبط معايا الدنيا، وحاولوا كده اكتبوا لي كده في الكومنتات محتاجين ايه، يعني اكمل مثلا في الرواية ديت، ولا اجيب من اواخر، ولا ابدأ في رواية الانتقام عادلة قاسية من الاول، ولا اجيب من الاخر برضو، ولا افك كمان من الحاجات دي خالص واعمل حاجة رعب. فحاولوا كده اكتبوا لي في الكومنتات كده. يلا بينا نكمل. الفصل 9: زينة أو لا أحد. في تلك الليلة بالكاد غمض في تلك الليلة بالكاد غمض جفن زينة. طمأنها ليس: لا تفكري في أمر كثيرا واذهبي للنوم، سيأتي هاني شخصيا ويطلب منك العودة للعمل. نظرت زينة إليه بغضب: أتعتقد أن الجد سيأتي إلي شخصيا؟ من فضلك، سأكون ممتنة إذا استعدت أنا ووالدي وظائفنا. لا تقلقي، أنا أثق بكلامي، سيطلب هاني منك العودة. أدار ليس ظهره وذهب إلى الشرفة وأجرى مكالمة: يا أسد الأحمدي، ضع ناصر على الخط. في صباح اليوم التالي استيقظ هاني على مكالمة من وزارة الإنشاءات تدعو عائلة لؤي لحضور المناقصة لمشروع تطوير الحديقة البيئية. كانت مفاجأة سارة، حيث لم يتوقع هاني أن يكون لديهم الفرصة للمشاركة في المناقصة بناء على مؤهلاتهم. جمع هاني عائلة لؤي بسرعة في غرفة المعيشة وقال: سمعت من قبل أن شخصا يستعد للمشاركة في المناقصة، من هو؟ أجاب همام على الفور: أبي، إنها زينة. لقد صاغت اقتراحا مفصلا، ولكن كيف يمكنها المشاركة في المناقصة بقدرات عائلتها؟ حك هاني دأنه: إذا كنتم تقولون إن زينة لديها اقتراح مفصل ويمكننا المشاركة في المزايدة بهذا الاقتراح، نعم، زينة لا تزال كفء. أين شادي؟ اذهب إلى أحمد وأحضر هذا الاقتراح. من كان يعتقد أن هذه القمامة لا تزال مفيدة؟ في الوقت نفسه كان ليس وزينة ووالديها تناولا الإفطار في صمت عندما سمعوا طرقا على الباب. لمفاجأتهم كان شادي. قام شادي بتقييم المنزل بنظرة: أنتم تعيشون هنا في هذا المكان، هل هو حتى 150 متر مربع؟ سأل أحمد مبديا انزعاجه بتدخله في صباحهم الهادئ: ماذا تفعل هنا؟ قال شادي: أنا هنا للحصول على اقتراح مشروع تطوير الحديقة البيئية. أخبرتنا وزارة الإنشاءات إننا سنشارك في المناقصة. رفضت زينب بصورة قاطعة: لا يمكن، أنا صغت هذا الاقتراح بنفسي. افعلها بنفسك إذا كنت ستقدم عرضا لهذا المشروع، ولا يعينني أمركم، فأنا قد انفصلت عن العمل فأنا قد فصلت من العمل. نظر شادي إليها بغضب: حسنا، سأدع جدي يتحدث إليك. ثم أعطى هاتفا محمول لزينة. صدى صوت هاني الغاضب بمجرد أن أجابت زينة على الهاتف: ما الذي يحدث معك؟ زينة، ألم تسلمي الاقتراح؟ ألم تعترفي بي كجدك؟ انهمرت زينة في البكاء: أنت فصلتني يا جدي، لماذا تحتاج إلى اقتراحي؟ لن أتنازل. آها، ماذا تقصدين؟ إذا لم تسلمي الاقتراح فستقطع عائلة لؤي جميع ارتباطهم بكم اليوم. انهمرت زينة في البكاء عند سماع ذلك. نهض ليس على قدميه، بحث عن الاقتراح وسلمه لشادي قبل أن يطمئن زينة. الآن أعتقد هذا هو المشروع. نظر شادي إلى هذه العائلة بسخرية ظاهرة على وجهه. في الوقت نفسه بدت زينة ووالديها خائبين الأمل عندما رأوا ليس يسلم الاقتراح. أليس هذا تصرفا جبانا؟ ما الفائدة من زوج مثله؟
سألت زينة: لماذا أعطيته اقتراح المشروع؟ أكد ليس: استمعي إلي، سيطلب هاني بالتأكيد منك العودة. نحن بحاجة إلى الذهاب إلى مكان ما اليوم. رفعت زينة صوتها: كيف يمكنني أثق بك بهذه الطريقة؟ أضاف أحمد بغضب: إذا ظل والدي صامتا يجب أن تنفصلوا. وافق ليس. من جهة أخرى، بعد تأمين الاقتراح تم تكليف سامي وميارة المهمة لتولي شركة زينة رؤية مستدامة. بعد ذلك اتجهوا مباشرة إلى المبنى المكتبي المسؤول عن مشروع الحديقة البيئية، حيث وقف طابور طويل بالفعل عند وصولهم. فكر سامي أن جميع ممتلكات عائلة لؤي ستكون له في المستقبل، فتصارعت أنفاسه. بعد انتظار ساعة حان دور سامي أخيرا. كان سامي على وشك أن يقدم مقدمة طويلة عن نفسه بمجرد دخوله المكتب مع ميار، عندما قال الشخص القابل: عائلة لؤي. أجاب سامي بسرعة وهو في حالة من الذهول: نعم صحيح. سلمت ميار على الفور مجموعة من الأوراق. إليك اقتراحنا للمشروع، من فضلك إلقي نظرة. كانت وزارة الإنشاءات في نورثهايم مسؤولة عن الموافقة واتخاذ القرار بشأن هذا المشروع. كان الشخص المسؤول في الموقع هو أسامة جوه، رئيس إدارة وزارة الإنشاءات. سأل أسامة مباشرة: لماذا لم تأتي السيدة زينة أو السيد أحمد؟ ووضع اقتراح عائلة لؤي تحت يديه. أعتذر. صدم السؤال كلا من سامي وميار. سأل سامي بفضول: اسمحوا لي أن أعرف نفسي. يا السيد جوهري، اسمي سامي صالح. أنا المسؤول الرئيسي عن هذا المشروع من مجموعة لؤي. أما بالنسبة لزينة وأحمد فقد تم فصلهما من مجموعة لؤي. هل يمكنني معرفة لماذا تسأل عنهما يا سيد جوهر؟ عندما سمع ذلك أومأ أسامة بارتياح: هل هذا صحيح؟ حسنا، إذن يمكنكم الرحيل الآن. تم استبعاد عائلة لؤي من المشاركة في المناقصة لهذا المشروع التطوري. بذلك دفع أسامة الاقتراح إلى الأمام، تاركا سامي وميار مذهولين. تردد سامي: سيد جوهر، ماذا تعني؟ سألت ميار: هل تقول أن الموافقة لها علاقة بزينة يا سيد جوهر؟ أوضح أسامة بصبر: نعم صحيح. بعد الفحوصات التي قام بها المسؤولين، رأينا أن مجموعة لؤي هي المرشحة المناسبة جدا لهذا المشروع، خاصة شركة رؤية مستدامة للسيدة زينة. وبالتالي تم اتخاذ القرار المبدئي بأن تتولى رؤية مستدامة هذا المشروع لصالح مجموعة لؤي. ولكن بما أن السيدة زينة تم فصلها، فإن عائلة لؤي ليس لديها أي علاقة في هذا الأمر بعد الآن. سيتعين علينا اتخاذ قرار جيد. على الرغم من أنه قيل إنه قرار مبدئي، إلا أنه القرار النهائي تم اتخاذه، وكان الجميع يعرف ماذا يعني ذلك. يا سيد جوهر، تم فصل زينة، ولكننا سنتولى رؤية مستدامة. أنت على حق في اختيارنا. هذه بعض الوثائق المتعلقة بالتسليم، قال سامي وهو يسلم مجموعة من الوثائق بحماس. شركة رؤية مستدامة مسؤوليتنا يا سيد جوهر. بنحو غير متوقع سفع أسامة يده مبعصرا الوثائق في كل مكان. قال أسامة مشيرا إلى أنف سامي: اخرج، ألم تفهم كلامي؟ أريد من السيدة زينة أن تقدم اقتراحها. لا يمكن لأي شخص آخر من عائلة لؤي أن يحل محلها. نريد تفويض هذا المشروع للسيدة زينة، والسيدة زينة وحدها. هل تفهم؟ سألت ميار بخجل: لماذا يجب أن تكون السيدة زينة؟ يا سيد جوهر، أنا ميار لؤي، أخت زينة. لقد درست في الخارج، وأنا أكثر قدرة من زينة في كثير من الجوانب. يمكننا التعامل مع هذا المشروع بنحو جيد جدا. أيضا يا سيد جوهر، أو ما سامي: نعم، ميار مؤهلة، ومؤهلة أكثر بكثير من زينة. ألقى سامي الاقتراح على الطاولة إلى الأرض. اخرج الآن، أقول لك. إذا لم تحضر السيدة زينة شخصيا غدا في 8 صباحا بالضبط، فلن يكون لعائلة لؤي الأهلية للمنافسة في هذا المشروع، وسأحذف اسم عائلة لؤي من القائمة. اخرج الآن قبل أن أتصل بالأمن. أخرجت أمين مكتب أسامة ميار وسامي بقوة ودفعهم خارجا. عندما أدركوا السبب في تعيين المشروع لعائلة لؤي ليس بسبب قوة عائلة لؤي، ولكن بسبب زينة. فوجئت ميار ماذا فعلت العاهرة الصغيرة زينة لتعطي مشروعا ضخما بهذا الحجم. قال سامي بوضوح: لا عجب أن وزارة الإنشاءات اتصلت ودعت عائلة لؤي للمشاركة في المناقصة. إنه بسبب زينة. بمجرد عودتهم إلى منزل عائلة لؤي،
سأل هاني سامي كيف صار الأمر؟ هل نجحنا في الاختيار الأول؟ في الاختيار الأولي كان تعبير سامي كئيب. ميار اخبري الجد. أخبرته ميار بالحقائق كما حدثت، وكان هاني مندهشا. ماذا يجب أن تكون زينة؟ قال سامي: قال السيد جوهر إن هذا المشروع سيتم تعيينه لرؤية مستدامة، ولكن يجب أن تكون زينة لإتمام الصفقة. كدنا أن نغضبهم. بعد ذلك أرسل هاني همام وفادي للتفاوض، ولكنهما يطردا أيضا. بعد التفكير في الأمر قال هاني: أخيرا اذهبوا الآن وابحثوا عن زينة، أعيدوها لمنصبها واحصلوا على هذا المشروع أولا. قال سامي: من فضلك بسرعة يا جدي، إذا لم يروا زينة في تمام 8 غدا سيعطون هذا المشروع لشخص آخر. يطبع الفصل 10. فليحضر الجد بنفسه. هذه المرة لم يأتي شادي وحده، بل تبعه سامي وميار أيضا. ماذا تفعلون هنا؟ كان أحمد غاضبا عند رؤيتهم الثلاثة، لكنه لم يتوقع أن يكونوا مهذبين لهذا الحد. عم أحمد، عم كيلة، أين زينة؟ كانوا يحملون صناديق هدايا من مختلف الأنواع، مما جعل أحمد وكيلة أكثر تحيرا. قالت كيلة: زينة ليست في المنزل. ابتسمت ميار: أين ذهبت يا عم كيلة؟ هزت كيلة رأسها: لا أعرف، خرجت مع ليس في وقت مبكر من الصباح. حسنا يا عم أحمد وعم كيلة، من فضلكم اتصلوا بنا عندما تعود زينة، سنذهب الآن. كان أحمد وكيلة أكثر تحيرا عندما غادر الثلاثة. ماذا يخططون؟ حتى أنهم يعطوننا هدايا؟ هل هم يتملقون علينا؟ ألا تقولي لي إن كلمات ليس تحققت فعلا؟ تأملت كيلة: يبدو أنني لم أعد قادرة على فهمه. في هذا الوقت كان ليس وزينة يتجولان بلا هدف في مدرستهما الأم. بناء على اقتراح ليس أغلقت زينة هاتفها. كان المساء قد حل فعلا عندما خرج سامي والآخرون من منزل لؤي. لم يذهبوا بعيدا، في الواقع كانوا ينتظرون أمام حي زينة. بعد الانتظار ل3 ساعات لم يعد وليس وزينة بعد، كما سأل عنهم هاني عدة مرات. أين هي؟ اتصل بزينة الآن. بدأ سامي يفقد صبره وهو يدخن سيجارة تلو الأخرى. في تلك اللحظة اتصلت ميار برقم زينة. الرقم الذي اتصلت به غير متاح حاليا. تجمدت تعابيرها عند سماع الرسالة الآلية. أغلقت هاتفها. صرخ سامي بغضب فجائي: ماذا؟ هل تفعل هذا عمدا؟ حاول شادي أيضا الاتصال، وبالفعل كان هاتفها مغلقا. قالت ميار بدهشة: لكن زينة لا تعرف ما يحدث. أليس هذه مصادفة كبيرة؟ لماذا أغلقت هاتفها؟ سأل سامي: أجل، هل من أحد يعرف رقم ليس؟ هو مع زينة الآن. لا، دعني أسأل عم أحمد وعم قيلة. بعد السؤال هزت ميار رأسها بخيبة أمل. لقد عاد قبل يومين فقط، لذا لا يعرفون رقمه أيضا. اللعنة! فقد سامي أعصابه. في ذلك الوقت اتصل هاني للاستفسار مرة أخرى. سلم سامي الهاتف مباشرة لمرار: لا نعرف أين زينة يا جدي. غادروا المنزل في وقت مبكر من الصباح، وأغلقت هاتفها، ولا أحد يعرف رقم ليس. حتى عم أحمد وعم قيلة ليس لديهم أي فكرة. عند سماع ذلك كان هاني أكثر قلقا من أي شخص آخر. ستزيد مكانة عائلة لؤي 10 أضعاف إذا تمكنا من تأمين هذا المشروع. استمروا في البحث. أريد حل هذا الأمر بحلول صباح غد. حرك هاني كل الاتصالات عائلة لؤي للبحث عن زينة وليس في نورسهامبتون، بما في ذلك زملاء زينة وأصدقائها وزملائها في العمل. ومع ذلك لم يكن معروفا مكان زينة على الإطلاق. سأل شخص ما: هل تعتقد أن زينة قد غادرت نورسهامبتون؟ كان هاني خائفا لدرجة أنه كاد يصاب بأزمة كبيرة، بأزمة قلبية. نظر إلى همام متنهد: أنت السبب. كل ما حدث بسبب فكرتك الغبية. لماذا أقلناهم واستعدنا شركتهم؟ كم سنخسر إذا لم نجد زينة بحلول الغد؟ أكثر من 1,000,000. توقف قلب همام: يا أبي، لم أكن أعرف أن الأمور ستتحول بهذا الشكل. من كان يمكن أن يتوقع أن زينة هي المفتاح؟ لماذا ركزت وزارة الإنشاءات على زينة أساسا؟ ابحثوا عنها بسرعة. إذا لم تجدوها بحلول 8 صباحا سأستعيد شركتك أيضا. أنت وعائلتك لن تحصلوا على فلس واحد. أبي، سأبدأ في العمل على الفور. كاد همام يبلل سرواله عند سماع تهديد والده. نظر هاني بغضب إلى فادي والبقية: ما الذي تفعلونه هنا؟
ابدأوا في البحث ما لم ترغبوا في رؤية مليار ينهار ويذهب بإدراج الرياح. نحن في الطريق. تلك الليلة لم تجد عائلة لؤي أي راحة، حيث كانوا يبحثون عن ليس وزينة. بحلول هذا الوقت كان الاثنان قد غفيا في الفندق. زينة كانت متعبة للغاية من يومها الطويل حتى نامت فورا دون تشغيل هاتفها. كان الجميع يتصل ويبحث عن زينة طوال الليل، ولكن دون جدوى. مع اقتراب الفجر لم يستطع قلب هاني تحمل الأمور. اندلع هاني بغضب وصفع الطاولة. إذا خسرنا هذا المشروع سأخصم 3 أضعاف الأرباح السنوية لكل عائلة هذا العام. وهمام، سأسترد شركتك. افعل ما تشاء، أنتم الأشخاص الأقل كفاءة. ظل همام شاحبا وقال بصوت منخفض: ربما غادروا للتسلية وأغلقوا هواتفهم، سيعيدون تشغيلها بمجرد شحنها. أتعتقد أنني طفل؟ ما كان ليحدث كلما جرى لولا فكرتك. لذلك أعطى هاني همام صفعة قوية. حسنا، صارت الساعة الآن تقريبا 7. يجب أن يكونوا قد شحنوا وشغلوا هواتفهم الآن، أليس كذلك؟ حاول الاتصال بهم الآن. ارتجف همام ويتصل برقم زينة، والمفاجأة نجحت المكالمة. ماذا؟ أنت مجنون؟ الاتصال في هذا الوقت؟ كان ليس هو الذي أجاب على الهاتف. كان الجميع في حالة صدمة وسعادة في هذه اللحظة. قال همام على الفور: ليس، أنا العم همام. أوه همام، لماذا اتصلت؟ هل أنت مجنون؟ كان همام على وشك الانفجار عندما سمع ذلك، لكنه بقى هادئا. ليس، أين زينة؟ أعطيها الهاتف، لدي شيء مهم أريد أن أخبرها به. رفض ليس مباشرة، هي لا تزال نائمة. اخبرني إذا ثم أمر مهم. ضحك همام بتوتر. ليس، كان خطأ أن تسترجع رؤية مستدامة ونطرد زينة. قررنا استعادة زينة والسماح لها بالعودة لتولي شركة رؤية مستدامة مرة أخرى. تعال إلى قصر عائلة لؤي مع زينة الآن، جدي ينتظركما. قال ليس قبل أن ينهي المكالمة على الفور. أوه، استعادة الوظيفة؟ إيه، لا شكرا، لدى زينة وظيفة جديدة. انفجر همام: سأقتل هذا الأبله. أنت أحمق. اتصل بهم مرة أخرى وسأل عن مكانهم. أعطى هاني همام صفعة أخرى. حسنا حسنا. اتصل همام مرة أخرى. ليس، أعلم أننا كنا مخطئين، كان خطأ من جانبنا. أقسم أنه لن يتكرر. اعطني عنوانك وسأتي لأخذكما. حسنا. صرخ ليس: من تظن نفسك فاعلا؟ هل تعتقد أنك يمكن أن تقيل وتعيد تعيين شخص كما تشاء؟ زينة ليست أداة لك للعب بها. قال همام على الفور: يمكنكم طلب أي شيء طالما زينة تعود. الراتب ليس مشكلة. حسنا، هذا ما سيحدث. هل تريد زينة تعود؟ بالتأكيد، ولكن من أقالها في البداية يجب أن يكون هو الذي يدعوها للعودة. قال همام: كنت أنا، سأكون أنا الذي يدعوها للعودة. قال ليس حازما: لا، ليس لديك الحق في ذلك. كان هاني من أقالها. أجعل هاني يأتي بنفسه، وإلا فإن زينة لن تعود أبدا. استولى الغضب على هاني عندما سمع كلامه. ماذا؟ تريد مني أن أدعو تلك الفتاة للعودة بنفسي؟ هل تطلب الموت يا ليس؟ في هذه اللحظة لم يشعر إلا بالإهانة. المهم كده ايه، دعونا كده نتوقف لهنا. طبعا يعني 10 فصول كده ايه في يوم واحد كده ايه حلو قوي، يعني جاي يعني جيد جدا بصراحة. فحاولوا كده بقدر الامكان. المهم يا جماعة، بس ايه، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. وسلام يا اساطير. وطبعا ايه، عذرا عن اي اخطاء نحوية طبعا، لان طبعا الدنيا معايا بايظة اصلا، انا ضايع في اللغة العربية، الدنيا معايا خربانة. وغير كده كمان في برضو بعض الاخطاء الاملائية في القصة. تمام، فانا بحاول بقدر الامكان انا ايه يعني اظبطها، وانا بقرا برضو في نفس الوقت. وغير كده كمان انا بقراها لاول مره، فدي برضو بتبقى صعبه شويه، فعلى العادي يعني. تمام يا شباب، وايه تاني؟ حاولوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات كده محتاجين نعمل ايه، يعني نتوقف عن دوت ونعمل رعب زي ما انا قلت لكم، ولا نعمل ايه بالظبط، عشان ايه نشوف الدنيا كده تبقى ماشيه ازاي. وسلام يا اساطير.